المحاضرة الثانية في الفيزياء الحديثة. بفضل الله المرة اللي فاتت بدأنا فيزياء حديثة وخدنا إشعاع الجسم الأسود، أول ظاهرة عندنا فشلت في تفسيرها الفيزياء الكلاسيكية، ودي كانت بداية الفيزياء الحديثة. واحنا قلنا المرة اللي فاتت إن احنا خلاص هنتعامل مع الضوء على إنه إيه؟ شوية أو مجموعة من الإيه؟ من الفوتونات. أهم حاجة تخلي بالك منها الفوتونات دي بتيجي منين؟ قلت لك المره اللي فاتت بتصدر من تذبذب الذره. ازاي بالظبط من تذبذب الذره بتحتوي على الكترونات. بالظبط لما الالكترون بتاع الذره يتحرك من مستوى طاقه اعلى الى مستوى طاقه اقل، ساعتها يعمل ايه؟ يخرج منه ايه؟ فوتون. اذا احنا عن طريق الالكترون قدر حصل انبعاث لايه؟ للفوتون. عن طريق انتقال الالكترون خد طاقه وبعدين انتقل لطاقه اعلى، بعدين فقد الطاقه اللي هيفقدها وينزل لمستوى اقل، وهو نازل بيخرج ايه يا باشمهندس؟ الفوتون بقى اللي هو الاشعاع ده. اذا احنا اتعلمنا المره اللي فاتت ان عن طريق الالكترون بتاع الذره يحدث انبعاث لايه؟ لفوتون. يحدث انبعاث لايه؟ لفوتون، وسميناها بظاهره الاشعاع الجسم الاسود، وعرفنا فروض بلانك ومنحنى بلانك وخدتوا الحمد لله الاسئله بتاعتها وزي الفل. السؤال بقى، اذا كان الالكترون ينبعث عنه فوتون، هل ممكن يحدث العكس؟ ان عن طريق الفوتون ينبعث الكترون؟ هي دي محاضره النهارده بعنوان او بظاهره التاثير الكهروضوئي. طبعا الظاهره دي اللي اخذ عليها العالم البرت اينشتاين جائزه نوبل. طبعا هنعرف ايه الفكره كلها، بس قبل ما نعرف الفكره تعالوا كده مع بعض ايه القصه يعني يا باشمهندس. الظاهره دي لها اسم اوسع شويه، تعال اقول لك ايه هو الاسم ده. لو انا جيت هنا قلت لك احنا دي هنسميها كده بظاهره مثلا الانبعاث، حاول بقى تفهم المحاضره دي كويس معايا قوي. الالكتروني من اسطح المعادن. المعادن يا ولاد اللي هي الفلزات، اللي هو الفلز. طيب ايه الفكره بقى؟ ما معنى كلمه الانبعاث الالكتروني من اسطح المعادن؟ عايزك كده تركز في العنوان كده، انبعاث الكتروني من اسطح. ليه؟ قال لك للحصول على التيار الكهربي. مش احنا خدنا تعريف التيار الكهربي هو ايه؟ فيض منين؟ الالكترونات الحره التي تسري خلال يبقى انا لو حصلت على الكترون حر. يعني ايه الكترون حر يا اولاد؟ يعني الكترون بيسيب الذره، قلت لكم مره في الفصل الاول، بيسيب الذره ويبقى موجود على سطح المعدن. هو ده اللي بيعمل لك كهرباء. لو انا قدرت اخرج الالكترون من المعدن واديته طاقه حركه، هحصل على تيار ايه؟ اهو بصوا كده، الانبعاث الالكتروني من اسطح المعادن، او تحرر الالكترونات من اسطح الايه؟ يعني الغرض هنا الحصول على الكترونات ايه؟ حره، تاخد طاقه حركه زي ما كانت البطاريه بتعمل بالظبط، تديك كهرباء. ده اللي انا عايز اتكلم فيه، يعني حلو قوي. طيب ايه اللي يمنع ان الالكترونات ما تتحررش من سطح المعدن؟ اكيد في قوه بتمنعها. قوة الشد بتاعت النواة. قلت لي ما انا عندي شحنه موجبه والالكترون شحنه، اذا في قوه تجاذب يا اولاد، صح ولا لا؟ وعايز يوصل كام قوة موجب وسالب ده ان في فرق جهد، في جهد بيمنع ان الالكترون يسيب الذره، صح ولا لا؟ بسبب قوه التجاذب اللي بتحصل بين الشحنه الموجبه والشحنات الايه؟ اذا لو انا اتغلبت على القوه دي هقدر احرر ايه؟ الالكترون. هم بيسموا القوه دي حاجه اسمها كده حاجز جهد السطح. يبقى واحده، يبقى علشان يحصل انبعاث الكتروني من اسطح المعادن هيحصل ازاي؟ هتقول له بالتغلب على قوه الايه؟ على قوه التجاذب، صح كده؟ بين الشحنات الموجبه والسالبه. قوه التجاذب بين الشحنه الموجبه والسالبه دي احنا بقى بنسميها ايه؟ ليها اسم، اسمها حاجز. اسمه حاجز، مش ده اللي هيحجز الالكترون.
وموجب وسالب يعني جهد، وده اللي بيمنع الكترون يخرج لسطح المعدن، فبيسموه حاجز جهد السطح، سطح المعدن يعني. يبقى انا لو اتغلبت على الحاجز ده اقدر احرر ايه؟ الكترون. اذا ما هو حاجز جهد السطح؟ ده اقل جهد، او هو قوه التجاذب بين الشحنه الموجبه والسالبه التي تمنع الالكترون ان هو يتحرر منين؟ من سطح المعدن. حلو قوي. ازاي بقى هنتغلب على هذه القوه؟ ازاي؟ الحل اهو. نجيب زرار موجبه ولا لا 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 لا، الحل ابسط. حاجه زي كده. بص كده، بتسليط او بتأثير او بتسليط طاقه خارجيه على سطح المعدن، اللي انا اعمل ايه؟ افصل الالكترون عن السالب. يعني انا هسلط طاقه على مين؟ على المعدن. الطاقه دي بقى حاجه من الاثنين، نوعين من الطاقه. قال لك يا اما هتكون طاقه ايه، يا اما هتكون طاقه ايه. يا اما طاقه حراريه، ماشي يا باشمهندس، يا اما طاقه ضوئيه. وانا قلت لك ان الفيزياء الحديثه كلها بتركز اكتر على ايه؟ على الضوء والحراره. خدنا حتى المره اللي فاتت الكلام ده. طاقه ايه؟ طاقه ضوئيه. وطاقه ايه يا شباب؟ طاقه حراريه. لما يعمل عليها حراره يفصل ما بين ده اللي هنشوفه حالا، ده اللي هنشوفه حالا وبيحصل حقيقه وهوريه لك دلوقتي. بصوا بقى حبايبي، لو انا اثرت المعدن بطاقه حراريه فتحرر منه الكترونات، فسموا الظاهره دي بظاهره التاثير الكهروحراري او الانبعاث الايوني الحراري. لو انا هاثر عليها بطاقه ضوئيه فسموا الظاهره دي بظاهره التاثير الكهروضوئي. ها، هناخد الاثنين. يبقى ايه الفرق بين الحراري والضوئي؟ والله التاثير الكهروحراري معناه ايه؟ معناه تحرر الكترونات من سطح المعدن بتاثير طاقه ايه؟ حراره، او بتسخين المعدن للتغلب على حاجز جهد الايه؟ السطح. تعريف التاثير الكهروضوئي: تحرر الكترونات من سطح المعدن بتسليط طاقه ضوئيه، صح كده، للتغلب على حاجز جهد السطح. دي حراره ودي قلت لها مستر ازاي؟ ده الكلام ده اتعمل وثبتوه وراحوا صنعوا بيه اجهزه بنشتغل بيها لغايه النهارده بالكلام ده. زي ايه؟ لو بتكلم على تاثير كهروحراري فهناخد حاجه اسمها انبوبه شعاع الكاثود او الكاثود، اللي احنا بيسموها السي ار تي، كاثود راي تيوب. لكن لو طاقه ضوئيه هناخد جهاز اسمه، لا الانود ده، الخليه الكهروضوئيه. الخليه الكهروضوئيه اللي هي الفوتو سيل، فوتو الكتريك سيل، بيستخدموها في الالات الحاسبه وهنشوف الكلام ده. هناخد الانبوبه دي اللي بيستخدموها في جهاز الاوسيلوسكوب مثلا، او في اجهزه اللي هي الشاشات التلفزيون والكمبيوتر قديما مش حديثا. هنبدا ناخد انبوبه شعاع الكاثود. انبوبه شعاع الكاثود استخدامها زي بعد الكلام ده كلكم اكيد عارفينه، مش محتاج ان انا اكتبه يعني. بتستخدم في ايه؟ في شاشه التلفزيون او شاشه الكمبيوتر. فكره العمل زي ما قلت لك هو الانبعاث الايوني الحراري او التاثير الكهرو يا شباب؟ كهروضوئي. يعني ده كده ملخص الشرح، ملخص، لسه هشرح بالتفصيل. ايه الفكره كلها يا باشمهندس؟ ان احنا هنحرر الكترونات منين؟ من المعدن. كلنا عارفين ان المعدن فيه الكترونات حره بس محتاجين نحررها. طب هتحررها ازاي يا باشمهندس؟ قال لك ساعتها هنحررها عن طريق اعطائها طاقه ايه؟ حراريه او طاقه ايه؟ هنا في الحاله بتاعتها هندي طاقه ايه؟ لا هنا حراريه. تاثير الانبوبه السي ار تي تشتغل بالطاقه الايه؟ الحراريه مش الضوئيه. تعالى اوريك ازاي. هو الضوئيه دي اللي هو بيمر فيها شعاع؟ لا ضوئيه، انا هسلط ضوء على المعدن. يعني هدي للمعدن ايه؟ هديله طاقه ضوء ولا هديله حراره؟
برضه انتوا مصممين؟ لا انت على اللي انت بتشرحها دي. هنا دي حراره. عادي حضرتك. تعال نشوف تركيبها. طب ده شكل التركيب بتاعها بالظبط. بتتكون من 3 اجزاء رئيسيه. الجزء الاول بيسموه المدفع الالكتروني. الجزء الثاني اسمه نظام تحريك الشعاع. الجزء الثالث اللي هي الشاشه الفلورسيه بتاعتنا. بص انا هشرح، ممكن تكون في المدرسه اخدتك حاجه زي كده، بس انا هديك شويه تفاصيل ممكن ما كنتش انت اخدتها، فركز معايا قوي تيجي في الامتحان. بتشتغل ازاي؟ اول حاجه حبايبي الجزء الاول اللي هو المدفع الالكتروني. المدفع الالكتروني ده بيتكون من ايه؟ 3 اجزاء رئيسيه. انتوا معايا ولا لا؟ في ايه؟ ايه؟ بقول له المكان بس. المكان ماله؟ بقول له ايه المكان عادي عشان مش شايف؟ طيب ماشي. بص يا حبايبي، اول ما تشوفوا كلمه كاثود ده، الكاثود ده اول ما تشوفه بيبقى ده المعدن، مش اي معدن، ده مصدر الالكترونات الحره. يعني دايما الكاثود هو اللي هيخرج الايه؟ بيسموه الكاثود او اشعه او المهبط، الاثنين صح. ماشي؟ بصوا كده. طب هيدي الكترونات ازاي؟ لازم تديله طاقه. فبنحط هنا فتيله، والفتيله دي الطرفين دول بنوصل عليها مصدر جهد كهربي عالي قوي مستمر. ماشي؟ المصدر ده اي تيار بيعدي على السلك بيعمل ايه في السلك؟ بيسخنه. دي اسمها فتيله تسخين. اسمها ايه؟ ها؟ فتيله، كلكم كده عارفين ده. الفتيله بدورها بتسخن ايه يا حبايبي؟ بتسخن الكاثود. فاول ما الكاثود شم ريحه الحراره لقى الالكترونات حصل لها اثاره. يعني ايه اثاره؟ يعني سابت مستواها الارض وطلعت لفوق، خرجت بره ليه؟ خرجت بره الوحده، بقت حره. فانطلق الكترونات من المعدن حره بصوره عشوائيه. يعني شعاع الكتروني مش شعاع، احنا لسه عايزينه شعاع. فبنحط حاجه اسمها الشبكه، ودي مهمه جدا. الشبكه ده جزء كده بيتوصل بالكاثود، بيبقى عليه جهد سالب ايضا. خلي بالك الكاثود جهد بتاعه ايه؟ سالب. الشبكه بتعمل ايه؟ بتجمع الالكترونات الحره كلها وتخليها في شعاع واحد. وانت بقى تقعد تظبط الشبكه دي على اساس انك تتحكم في شده الشعاع، تخليه شديد، تخليه شده اقل، شده اكبر. شفت الزرار اللي في الشاشه اللي بيظبط الاضاءه؟ هي دي الشبكه. شفت الزرار في شويه كده عايز اضاءه اعلى شويه اقل شويه. يعني الشبكه دي في الاخر يا اولاد بتتحكم في مين؟ في شده الاضاءه بتاعت الشاشه عن طريق التحكم في شده الالكترونات اللي خارجه. وهقول لك ازاي حالا بيعملوا الكلام ده. طب نيجي نقولها دلوقتي. هقول لك ازاي الشبكه دي بتقدر تتحكم في شده الشعاع اللي خارج. بص يا حبيب قلبي، ده سالب وده سالب، فبيحصل حاجه اسمها فرق جهد. ماشي؟ كل ما فرق الجهد ده زاد، كل ما التيار زادت، كل ما الشده زادت. لو فرق الجهد ده قل التيار يقل. عارفين الكلام ده؟ طب هنا الالكترونات هتمشي من الجهد الاعلى للاقل ولا من الاقل للاعلى؟ عكس اتجاه التيار، من الاقل للايه؟ فدايما هنا جهد الشبكه او جهد الكاثود اقل من جهد الايه؟ الشبكه. فندي مثال. لو مثلا قلت لك يا باشمهندس دي كده سالب 20 فولت ودي سالب 2 فولت. تعال نحسب فرق الجهد. بنطرح الجهد الكبير ناقص الجهد. مين الكبير؟ ده ولا ده؟ سالب 20 اكبر من سالب 2. سالب 2 صح؟ لا حلو. يعني انا لو طرحت سالب 2 ناقص 20، ها فاهمين اللي هيحصل؟ سالب في سالب يبقى سالب 2 زائد 20 بكام؟ ب 18 فولت. صح ولا يا باشمهندس؟ السؤال بقى، لو انا زودت السالب يبقى انا بقلل فرق الجهد. يعني انا جيت على الشبكه دي زودت السالب، بدل ما هي سالب 2 نخليها مثلا سالب 5 فولت. يبقى فرق الجهد يبقى بكام؟ 15. هتطرح سالب 20 او سالب 5 ناقص 20 دي كام؟ 15. يعني انا كل ما بزود السالب
فرق الجهد بيقل، فالشده بيحصل لها ايه؟ بتقل. يبقى هنا قول. هو فرق الجهد ماشي عكس التيار، بس هم علاقه بينهم علاقه طرديه. يعني ايه؟ فرق الجهد مش ماشي، مفيش حاجه اسمها فرق الجهد ماشي. الالكترونات هي اللي بتمشي. فرق الجهد ده بيحصل ما بين جهدين، ما بين نقطتين. تاني، الشبكه دي بيتحكموا في الشده ازاي؟ لو انا زودت السالب يبقى الشده تقل، لو انا قللت السالب يبقى الشده تزيد. جت في امتحان المعادله 2021. جت ازاي يا باشمهندس؟ قال لك عند تغيير جهد الشبكه من سالب 20 فولت الى سالب 50 فولت فماذا يحدث؟ كانت من ضمن الاختيارات تقل شده الاضاءه، ولا تزداد شده الاضاءه، ولا يزداد مش عارف انحراف الشعاع، ولا يقل انحراف الشعاع. طبعا الاجابه واضحه. لو انا هغير من سالب 20 لسالب 50 غلط. انا قلت لك لما بزود السالب اشعاع يا حبيبي الشده، والله العظيم دي مسؤوله عن الشده، مالهاش علاقه بالشعاع. شده الايه؟ مالهاش علاقه بانحراف، الانحراف لسه اقول عليه. لها علاقه بالشده. عارفين يعني شده؟ قوه الاضاءه يعني. يبقى لو السالب ده زاد الشده تقل. ما هو ده انا ثبته، مثلا زودت السالب 5 فرق جهد كان 15 التيار هيقل الشده تقل. انا افتكرت زاد يعني هيكون مثلا من سالب 5 لسالب 2. لا بقول لك بزود السالب. ايوه مش بزود الرقم. انا افتكرت بزود الرقم عشان كده قلت ما تركز في كلامي بقى. بزود الايه؟ السالب. يبقى زياده السالبيه الشبكه تعمل على تقليل شده الاضاءه، وتقليل سالبيه الشبكه تعمل على زياده شده الاضاءه. اذا في علاقه عكسيه بين سالبيه الشبكه وبين شده الايه؟ اذا الشبكه دي بتتحكم في شده الاضاءه. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ قال لك انا عايز اعمل دايره كهربيه مغلقه علشان الالكترونات تجري تتحرك وتخبط في الشاشه. طب ده هيحصل ازاي؟ هنا بقى يجي دور الانود، بيسموه المصعد. والانود هنا يرتبط بالجزء السالب بتاع الكاثود، وبالتالي يعمل دايره كهربيه فتنطلق الالكترونات مكتسبه طاقه ايه؟ طاقه حركه. طاقه ايه؟ طاقه الحركه تخلي الالكترون يجري 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 لحد ما يخبط في مين؟ في الشاشه. اول ما يخبط في الشاشه يظهر هنا حاجه اسمها بقعه مضيئه. يعني الشاشه كلها سوداء، حته بس مضيئه في النص اللي هتبان. الكلام ده بيحصل لو مين مش موجود؟ الجزء ده. ايه الجزء ده؟ اللي اسمه نظام تحريك الشعاع. انا مش عايز كده. انا عايز الشعاع يعمل ايه يا اولاد؟ يمسح الشاشه افقي وراسي نقطه بنقطه. السؤال بقى ايه اللي يخلي الالكترون ينحرف عن مساره؟ يعني ايه اللي يخليه يتحرك كده او يتحرك كده؟ حاجه من الاثنين. اسمع الكلام ده. يا اما تدخل الالكترون داخل مجال كهربي او عمودي على مجال كهربي، يا اما تدخله داخل مجال مغناطيسي. عشان كده في نسختين للجهاز ده. النسخه الاولى ممكن يجيب لك قطبين مغناطيسيين، قطب شمالي وقطب ايه؟ ويدخلك فيه الكترونات، فالالكترونات تنحرف عن مسارها ويوجهها بقى، يتحكم فيها حسب وضع الايه؟ الاقطاب اللي حاططها. الحاجه الثانيه يا حبيبي ان هو يجيب الواح. اللوح المعدني بيبقى عليه لوح عليه شحنه موجبه ولوح عليه شحنه سالبه، فيحصل بين الموجب والسالب حاجه اسمها مجال كهربي. زي ما بيحصل في المغناطيس مجال مغناطيسي، بيحصل حوالين الشحنه برضه حاجه اسمها مجال ايه؟ المجال الكهربي بيخلي الالكترون ما دخلش حوارات ثانيه، لا بيخلي الالكترونات تحصل فيها ايه؟ تنحرف عن ايه؟ عن مسارها. فاحنا حاطين الالواح هتخلي الالكترون يمسح الشاشه نقطه بنقطه تقريبا بمعدل 25 مره في الثانيه. يمسحها افقي ويمسحها ايه؟ والله الالواح الافقيه تمسح بصوره افقيه والراسيه تمسح بصوره راسيه عادي. فاهمين قصدي يا شباب؟ حلو قوي. ايه بقى ده؟ ايه الشاشه اللي احنا حاطينها دي؟ دي مش اي شاشه. دي شاشه فلورسيه. يعني ايه شاشه فلورسينيه؟ يعني متصنعه من ماده الفلورسنت دي يا اولاد، ماده كده شبه البودره بيرشوها علشان اي الكترون يخبط في الشاشه تحوله لضوء. يعني هي بتعمل ايه؟ بتحول الالكترون لصوره ايه؟ ضوئيه تشوفها بعينك. فاهمين الفكره ازاي؟ طيب ده هيحصل ازاي؟ اول ما تصطدم بالشاشه يظهر الصوره الضوئيه تشوفها على طول، مفيش اي مشكله.
يبقى ملخص الكلام ده اهو، تعال نشوفه. بص يا باشمهندس اهو، ده كده التركيب واحده واحده. قلنا اول جزء اسمه ايه؟ نقرا الكلام اهو من المدفع الالكتروني. اول حاجه بيتكون منها الكاثود. الكاثود ده سطح معدني، شايف؟ بيتسخن عن طريق الايه؟ فتيله التسخين. طيب وبعدين تنطلق منه الالكترونات. تاني جزء الشبكه. دي بتعترض الالكترونات ليه؟ لتتحكم في مين؟ في شده التيار الالكترونات باختلاف الاشاره اللي قلت لكم عليها، يعني بيغير الجهد بتاع الشبكه باختلاف الاشاره الكهربيه او المحمله على الشبكه، وبالتالي تتحكم في مين؟ في اضاءه الشاشه من نقطه لاخرى. الانود هيعمل ايه؟ الانود هو القطب المين؟ الموجب. هو اللي بياخد الالكترونات اللي بتخرج منين؟ من الشبكه، فيمر تيار كهربي في الدائره الخارجيه فتصل الالكترونات الى الايه؟ يعني هو اللي هيوصل الالكترونات للشاشه عن طريق طاقه الحركه اللي الالكترونات هتاخدها بسبب المصعد او الانود. اخر حاجه الشاشه قصدي نظام تحريك الشعاع بقى. تعالوا نقراها مع بعض. بصوا كده، اللي هي الالواح الافقيه والالواح الايه؟ الراسيه. بتعمل ايه الالواح دي؟ بتوجه حزمه الالكترونات بواسطه مجالات ايه؟ او مجالات ايه؟ يا اما بيستخدموا مجال كهربي يا اما مجال. الالواح دي يا باشمهندس بتحرك شعاع الالكترونات بحيث تعمل ايه؟ يمسح الشاشه نقطه بنقطه بمعدل 25 مره في الثانيه حتى تكتمل الصوره، عشان تشوف الصوره كامله. الشاشه مغطاه بماده فلوروسيه. ماده ايه؟ فلوروسيه. بتعمل ايه الفاده دي؟ عندما تصطدم الالكترونات بها فان الشاشه تصدر ايه؟ تاني، عندما تصطدم الالكترونات بها فان الشاشه تصدر ايه؟ الضوء ده بتختلف شدته حسب التحكم في الجهد بتاع الشبكه. عايزه يبقى عالي، عايزه يبقى قليل. وزي ما قلت لك بنتحكم ازاي في جهد الشبكه. الموضوع له علاقه بالسالبيه، خليك فاكر ده كويس جدا. حتى لك كاتبها لكم في الملزمه اهي في الملاحظات اهو يا حبيب قلبي. اذا زادت سالبيه جهد الشبكه تقل شده التيار الالكترونات فتقل ايه؟ اذا في علاقه بين عكسيه بين السالبيه وبين شده الايه؟ الاضاءه. خليكم فاكرينها. طيب نرجع بقى لحاجه مهمه جدا جدا جدا. كلام صعب لذيذ صح؟ الفكره بقى يا باشمهندس، عايزك تقول لي تحولات الطاقه اللي حصلت جوه الانبوبه. في حاجه انتوا ما خدتوش بالكم منها، نسال عليها الاول. انت لو خدت بالك في تركيب الانبوبه يا اولاد، لو رجعنا تاني كده هتلاحظ في التركيب ايه ده؟ ايه الجزء اللي بره ده؟ ده مش اي هيكل، ده اسمه انبوبه. ودي انبوبه مكتوب عليها كلمه ايه؟ لازم تكون مفرغه من الهواء. ليه؟ عشان الفتيله. طبعا 99% من رسومات الفيزياء الحديثه هتلاقي فيه دايما انبوبه مفرغه من الهواء. لا لا لا، احنا لما كنا بناخد في الفصل الاول عند فتح المفتاح كان التيار بكام؟ صفر. ليه التيار عند المفتاح لما يبقى مفتوح يبقى بصفر؟ اشمعنى يعني؟ عشان الهواء عالي جدا. الهواء هي اكبر مقاومه للتيار. انا محتاج دايره ما فيهاش هواء، لان لو في هواء انت يا باشمهندس خلي بالك الالكترونات بتتحرك في مسار دايره مفتوحه المفروض اصلا، انت واخد بالك ولا لا؟ فلازم يحطوا انبوبه مفرغه منين؟ من الهواء عشان الالكترونات تقدر تخرج، لان لو في هواء خلاص شكرا، الهواء هيقاوم الالكترون هيرجعه تاني. فاهم الفكره؟ فدايما في الرسومات لازم يحطوا انبوبه مفرغه منين؟ من الهواء. تاني حاجه قولوا لي كده، احنا حولنا من الطاقه ايه لطاقه ايه لطاقه ايه؟ يعني احنا بدانا الاول من طاقه حراريه؟ لا، طاقه كهربيه. ايوه اللي احنا اديناها لمين؟ للفتيل. الفتيله ادتنا طاقه حراريه. فالفتيله بدورها اتسخنت، يعني خدت طاقه ايه؟ طاقه ايه؟ طاقه حراريه. ركز معايا. فالكاثود لما سخن طلع الكترونات، فالالكترونات لا خدت حركه، فدي طاقه ايه؟ حركيه. ايه يا حبيبي؟ خدت حركه ولا بقت حره؟ ما هي حره دي يعني خدت طاقه حركه، هي عمرها ما تبقى حره غير لما تاخد طاقه حركه.
يعني تبقى تنطلق، مش هي راحت خبطت الشاشه، يعني اخد طاقه حركه، يعني طاقه حركيه. وفي الاخر حصلنا ايه في الاخر على طاقه ايه؟ على ضوئيه. طاقه ضوئيه اللي هي الشاشه بقى نورت. لما خبطتش بالظبط في كده. شبكه جمعت. طاقه الشبكه بتجمع بس ضوئيه. مش بتحول طاقه. بالظبط، مش هتحول حاجه لحاجه يعني. أربعة. يعني احنا حولنا دخلنا كهرباء ايوه. وحصلنا على طاقه حركه اللي بدورها ادتنا طاقه ايه؟ ضوئيه. ماشي. احنا بقى عايزين نركز دايما في الفيزياء الحديثه على حاجه كده، وركزوا معايا في ده. عامل زي الدينامو. ايه ده؟ طاقه الحركه اللي انا بلونها دي. هناخد كذا طاقه حركه عندنا في الفيزياء الحديثه، خصوصا في الفصل الخامس. ودي اول طاقه حركه عندنا. عندنا تقريبا كام طاقه حركه؟ 3 او 4، 3 ان شاء الله. دي اول واحده. يبقى ناخد كده مع بعض يا اولاد، نبدا بقى الجزء اللي فيه مساله، اللي هو اسمه ايه؟ ادي القلم اهو، نجيب ده نصغر ده سنه، وركزوا معايا في اللي اكتبه ده كويس قوي. حساب طاقه حركه الالكترونات المتحرره طاقه الحركه. درس انتوا اخدتوه في الديناميكا مع الباشمهندس عبد المجيد، تغير في كمية طاقة. اللي هي حاجه اسمها الكاينيتيك انرجي. طبعا اخدتوه بالعربي، هناخد انا رموز بالانجليزي. لو كتلة وسرعة. الكاينيتيك انرجي ده بالانجليزي عشان الرمز بتاعها مهم. بصوا كده، ادي حرف الكي وادي حرف الاي، ده الرمز بتاعها كي اي، طاقه الحركه. طاقه الحركه لها قانون المفروض بياخدوه في اولى ثانوي، وانتوا خدتوه عندكم درس في الديناميكا برضو، اللي هو بيساوي نص حاصل ضرب الكتله في مربع السرعه. مربع سرعة. نص كاف عين تربيع، المفروض تكونوا خدتوها، اللي هي نص ام في تربيع. نص ام في تربيع، طبعا ده ضرب. دي كتله مين؟ دي مش اي كتله، دي كتله الالكترون، فبيحط لها حرف اي صغيره كده. هي مش كتلة الإلكترون اللي هي واحد يبقى دي اسمها كتله الايه؟ الالكترون، ودي سرعه الالكترونات، مربع السرعه. قلت لها يا باشمهندس طاقه الحركه دي جت في الاساس من الطاقه الكهربيه، فبنساويها بالطاقه الكهربيه. الطاقه الكهربيه دي عباره عن حاصل ضرب حاجتين في بعض. حاجه خدناها قبل كده اللي هي شحنه الالكترون. دي 1 6 في 10 سالب 19. شفت فرق الجهد بنحطه في الفتيله؟ في فرق الجهد ده اللي بيسخن الفتيله. لما طلعنا سالب 20 سالب 5. لا، فرق الجهد بتاع الفتيله اللي بيسخن الفتيله. يبقى فرق الجهد في شحنه الالكترون دي الطاقه الكهربيه اتحولت طاقه حركه. يبقى ده القانون اللي احنا بنستخدمه عشان نحسب طاقه الحركه. الكي اي بتساوي نص ام في تربيع، او بتساوي ايه؟ ها؟ ايه في ايه؟ اف في. طبعا ده كده بتبروزه وبتحفظه. نبدا ناخد واحده واحده بقى. نبدا بالكي اي. لا نرجع تاني. يا الله. حيث ان ايه بقى؟ بص يا باشمهندس، نبدا واحده واحده. مين الكي اي؟ قلنا عليها مين؟ ها؟ طاقه الحركه. اسمها ايه؟ ها؟ طاقه الحركه. وطاقه الحركه تقاس بالايه؟ وتقاس بوحده اسمها الايه؟ تقاس بوحده الجول. الطاقه في النظام الدولي او العالمي بتقاس بالجول. نفس الشغل اللي هو الشغل. هو الطاقه هي الشغل. الحاجه الجديده بقى اللي انا هقولها دي مهمه جدا جدا، تحويله هامه لازم تبقوا عارفينها، عشان طوال الفيزياء الحديثه في الفصل الخامس والسادس والسابع بنستخدمها، خصوصا في الخامس والسادس. يعني السابع ما فيهوش مسائل. بص يا باشمهندس، اللي هي الحته بتاعت وحده الطاقه. في وحده ثانيه للطاقه بتبقى دايما في البناء الذري.
يعني في مجال الذره في وحده للطاقه بنستخدمها في البناء الذري، لان الطاقه بتاعت الذره بتبقى طاقه قليله قوي. يعني لو هنستخدم وحده الجول بتلاقوا الطاقه طالعه، بصوا 4 في 10 اس سالب 19، 10 اس سالب 18. فبيستخدموا وحده اخرى كمقياس. مقياس يعني وحده تديك رقم كبير بس هي عشان هي في البناء الايه؟ الذري. الوحده دي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها الكترون فولت. اقولها تاني، الكترون، هي ده الرمز بتاعها اي في. دي وحده قياس اسمها الكترون فولت. قلت لي يا مستر بس احنا في الفيزياء بنشتغل بوحدات ثابته بس، اللي هو النظام الدولي بنشتغل بالجول، حولها بقى. فلازم يكون في تحويله. قال لك ازاي بقى نحول من الجول للالكترون فولت؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ نضرب في 10 السالب. لا، اقول لك الموضوع هنا مختلف، ما تسبقش الاحداث بالله عليك عشان ما تلخبطش زمايلك. بتضرب في مين يا حبيب قلبي؟ بتضرب في شحنه الالكترون. ايه اللخبطه دي يا مستر؟ يعني بضرب في كام؟ بضرب في 1.6 في 10 اس سالب 19. طب تعال، لو عايز اعمل العكس، يعني احول من الكترون فولت لجول، قال لك مش هتضرب، هتقسم على شحنه الايه؟ هتقسم على شحنه الالكترون. ندي مثال عشان تفهم. فلو جيت قلت لك التحويله دي مهمه، قلت لك ان انا معايا طاقه حركه بتساوي 3 الكترون فولت، هنحولها ازاي؟ هنضرب الثلاثه دي في 1.6 في كام؟ في 10 اس سالب 19 عشان تخليها بوحده الايه؟ الجول. بس كده خلاص. يبقى لو شفت طاقه بالالكترون فولت بتضرب في شحنه الايه؟ الالكترون عشان تحولها لايه؟ لجول. نحولها لايه؟ لجول. دي اول حاجه. تاني حاجه، مين بقى الام اي؟ ام اي دي كله رمز على بعض، يعني اي دي مش لوحدها، دي حرف صغير بيتحط تحت عشان يميز ده كتله مين؟ الالكترون. ده كتله الالكترون. وكتله الالكترون ده رقم ثابت ما بيتغيرش زي شحنه الالكترون. بيدولك في المسائل وهقول لك بتجيبه ازاي. بيساوي كام كتله الالكترون؟ بتساوي 9. تعال نمسح بس كده الحته دي. 9.1 في 10 اس سالب 31 كيلو جرام. كيلو جرام. سالب 31. احنا بنشتغل بالكتله بالكيلو جرام، ده لو جالك بالجرام. لا الوحدات ثابته يا جماعه. الوحدات ثابته ونظامها ثابت في الفيزياء، ما تلخبطش الدنيا. احنا بنشتغل الكتله بالايه؟ كيلو جرام. يبقى الكتله بالكيلو جرام ده رقم ثابت، من كتر الحل هتحفظوه اصلا، اللي هو 9.1 في 10 اس سالب كام؟ 31. انت بتقول لي نص ام في تربيع. في تربيع، الفي دي يا اولاد اللي هي مين؟ لا، دي في سمول الصغيره دي بيسموها سرعه الالكترونات. وركز بقى عشان في 2 في صغيره وفي كبيره. سرعه الالكترونات بتتقاس بالمتر على الايه؟ على الثانيه. وهنا بقى في حاجه مهمه. تعال نقول الاول الفي. كلنا عارفين الفي اللي هي مين؟ فرق. بص بقى الفي الكبيره اهي اللي انت بتشوفها حتى عامله كده. ايوه. دي اللي هي مين؟ فرق الايه؟ فرق الجهد كهرباء. لكن الاي كلكم عارفينها اللي هي مين؟ شحنه الايه؟ الالكترون. ازاي بقى نحسب السرعه من القانون اللي قلته؟ ازاي نحسب السرعه؟ نص كاف. يعني احنا قلنا كي اي تاني، اكتب القانون قدام عينيكم تاني. نص كاف بيساوي نص ام في تربيع بتساوي اي في. طيب لو انا قلت عايز اجيب الفي تربيع لوحدها، فالاثنين تتضرب هناك في الكي اي اهي، صح؟ وتتقسم على الام. نفس القصه هنا الناحيه الثانيه، الاثنين تتضرب في مين؟ في الاي في وتتقسم على مين؟ على الام. ده اللي هو مين يا اولاد؟ انتوا فاهمين انا بعمل ايه ولا لا؟
عايز اعمل لا لا، ما تعمليش كده. ما تعمليش كده، اقسم بالله دي رياضه. يعني خليكم دايما حاضرين يا جماعه، دي رياضه، اساسيات الرياضه بتاعت ثالثه ابتدائي. انا النص وديتها باتنين والام نزلت تحت. مش فاهم دي ما تسالنيش، ماليش دعوه، مش قصتي. يبقى يا باشمهندس نعمل ايه؟ بناخد الجذر التربيعي للطرفين. انا لما بشرح رياضه ما حدش يقول لي مش فاهم، مش قصتي، مش هشرح رياضه، ماليش دعوه. هعمل ايه يا باشمهندس؟ هشيل، هاجي كده عشان انا اكدت على موضوع الاساسيات ده. هشيل التربيع خالص ونحط هنا الجذر التربيعي للطرفين. يعني لو عايز يحسب السرعه، يا اما جذر 2 كي اي على ام، يا اما جذر 2 اي في على ام. كمان من العلاقه اللي فوق دي هنستنتج علاقه مهمه جدا، ان الكاينيتيك انرجي طاقه الحركه تتناسب طردي مع مربع السرعه، وتتناسب طردي مع فرق الايه. ومن هنا هنستنتج قانون نسبه بيجي عليه سؤال في الامتحانات برضو، اللي هي كي اي 1 على كي اي 2 بيساوي في 1 تربيع على في 2 تربيع بيساوي في 1 كابيتال على في 2 اللي هي فرق الايه؟ فرق الجهد. هو قانون واحد، ما قلتش 100 قانون، هو قانون ده جبت منه ده، جبت ده من ده. هنحل عليه مساله يعني من الشيء من الملزمه اهي. السؤال بيقول لك انبوبه شعاع الكاثود تعمل على فرق جهد 10 كيلو فولت. اوجد سرعه الالكترونات المنبعثه من الكاثود علما بان الشحنه بكذا والكتله بكذا. يعني هو عايز ايه في المساله؟ عايز السرعه. خلاص انا لسه قايل لك القانون، هو مديك فرق جهد، يبقى الفي بتساوي جذر 2 اي في على ام اي. صح ولا يا باشمهندس؟ هتساوي الجذر التربيعي وتقوم جاي بقى كاتب كل ده 2 في. قلت لها يا مستر هو انا هقعد اكتب بالاله الحاسبه كل شويه 1.6؟ لا دي موجوده على الاله. الفا في طب 10. وانا بقى يا مستر طبعا ال 10 كيلو اهي اللي هي 10 في 10 اس كام يا ولاد؟ اس 3. اوعى تنسى التحويله عشان ده كيلو. طب والام اي هقعد اكتب كل مره 9.1. قال لك كل الثوابت اللي اخدناها في الفيزياء انتوا خدتوها كلها على فكره، كلها موجوده على الاله الحاسبه، لازم تحفظها. الام اللي هي دي انا اقول لكم عليها ولا ما اقولش؟ هقول لكم عليها، ما مش هتعبك. على فكره في انا اللي عرفتها. تعالى معايا تاني. الثوابت بعد كده مش هنكتب القيم بتاعتها، هنخش نكتب بالاله على طول عشان توفر وقت. انتوا معاكم نوعين من الاله، في حد هنا معاه اله عربي؟ مش عارف. اللي مش معاه مين؟ مش معاه كلكم انجليزي صح؟ عارفين العربي اللي هي ايه؟ مش عارفينها خلاص، اللي هي زي دي. بتاعت الداتا احنا معانا ايه؟ احنا معانا انجليزي. اللي معاكم انجليزي بس عشان ما اقولكوش على العربي، ما انا بهدر في وقت على الفاضي. انا مثلا دي عشان دي مختلفه، لا دي مختلفه، دي احدث حاجه. خلاص انتوا معاكم اللي هي اقل من دي شويه، اللي هي دي. خلاص يبقى انا هقول لكم على الانجليزي بس. دي نزلت امتى؟ لازم كنت انا لسه في الكليه. دي احنا بص يا باشمهندس ركز معايا. بتاعت النتفليكس دي يعني. طبعا الاله دي دلوقتي هتلاقي عامله 1500 جنيه. طب ارخص من يا عم مردانيا برضه عامله 1400. ما هي نفس القصه يعني، مش بعيد قوي. انت قول اوف ايه، ما دي برضه عامله نفس الرقم. دي اكتر. خلاص بص يا حبيب قلبي ركز معايا. الثوابت على الاله الحاسبه انا هسهلها عليكم. احنا عندنا المنهج كله فيه 5 ثوابت. احنا خدنا 3 في الفصل، السرعه والاتش او تعال نقول مثلا 6 ثوابت. هزود لكم ثابت كده يعني ايه حبي. بص يا باشمهندس
الثوابت على الاله بندوس على حاجه اسمها شيفت 7. انا هكتب لكم الكود وكل كود ليه ثابت. الكود الاول لو انت معاك الاله الانجليزي طبعا 06 يديك الاتش اللي هو ثابت بلانك. لو كتبت 03 يديك كتله الالكترون. لو كتبت 28 يديك سرعه الضوء، هتلاقي سي نوت كده. لو كتبت 3 يديك شحنه الالكترون. لو كتبت 33 يديك الميو بتاعت اللي احنا خدناها في كثافه الفيض. الحاجه الاخيره بقى احتياطي اعرفها اللي هي 01 اللي هي كتله البروتون، لان ساعات ما يقولش الكترون يقول بروتون. لو قال بروتون فهم مختلفين في الكتله. ازاي؟ طبعا البروتون اتقل من الالكترون، كتلته اكبر. ها فهمتوا انا بعمل ايه؟ بصوا بقى ركزوا معايا. عرفتوا هي مش صعبه يعني احنا نذاكرها. خلاص هم مكتوبين عندك وانا كتبتهم لك برضه. انا عشان هنا في الظهر يا اولاد مكتوب حاجات كتير. انا عايز بس دول، مش عايز كل اللي عندك ده. فاهم الفكره ازاي؟ تعالوا بقى اعرفكم ازاي بنستخدمها في الاله. نستخدمها ازاي واحنا بنحسب. يلا نرجع تاني. يلا بالله عليكم. بتاعت مسح خلاص مش مهم. احنا قلنا اهو نمسك الاله حاسبه. هنمسك الجذر يلا مع بعض هنعملها ازاي؟ هنقول الجذر التربيعي. شوفوا بعملها ازاي اهي زي الاله عندكم اهي. قلنا 2 في اي شيفت 7 2 3 كتب الاي شايفين؟ يا باشمهندس في الفا في الاي اللي تحت دي هي؟ لا اللي هي 10. لا دي حاجه ثانيه. 10 اس 3 10 في 10 اس 3. ايه الصغيره دي؟ انت خدتها في الرياضه اصلا اللي هي خدتوش الهي؟ مهندس محمد لسه ما دخلكوش في الهي؟ لا لما تاخدوها هتعرفها في اللوغاريتمات. في حاجه اسمها لن ايه؟ لن خدتوش اللن دي لسه؟ دي حاجه في الرياضه بقى لسه هتاخدوها ان شاء الله مع المهندس محمد. نكمل على ننزل تحت. هنعمل ايه يا باشمهندس؟ هندوس على ام اي شيفت 7 0 3. شوفوا اللي هيحصل بقى، ركزوا معايا عشان دي مهمه جدا. السرعه دايما كبيره قوي. انا قلت لكم احنا بندرس احجام صغيره وسرعات عاليه قوي. فلو دوست يساوي يطلع لك رقم تليفون. طبعا مش هتلاقيه في الاختيارات كده استحاله. بيجيبوا لك ملخص ازاي بقى عشان تطلع الناتج زي اللي في الامتحان. الكلام ده مهم جدا. عشان تطلع الناتج زي اللي هتلاقيه في الاجابه لازم تروح تدوس على زرار اي ان جي. اقول تاني لو جالك رقم كبير تدوس على زرار ايه؟ هتلاقي الاجابه في الاختيارات. هتطلع كام بقى؟ في 10 اس كذا 59 و3 من 10 في 10 اس 6 متر على الثانيه. او 5 و9 من 10 في 10 اس 7 او 6 في 10 اس 7. لقيت اي واحده من دول اختارها. رياضه. ما هو 5 و9 من 10 في 10 اس 7 هي 59 في 10 اس 6. انا بحرك العلامه العشريه بس. ادينا بقول عشان دي اكتر حاجه الطلبه بتضيع فيها في الامتحان. بيبقى حلل كل حاجه صح ومطلع الاجابه صح بس مش عارف يختار الاجابه من الاختيارات بسبب اللعب بتاع الرياضه. طبعا هنتدرب عليها كتير الفتره الجايه ما تلاقوش هعلمها لكم يعني. بس تعالى نرجع. يلا احنا اتفقنا وقلنا ان احنا عندنا التاثير الكهروحراري وخدنا انبوبه اشعه الكاثود. صعب؟ لا مش صعب. مفيهوش حاجه. نخش بقى على التاثير الكهرو ضوئي. وهنا بقى التركيز على الضوء اكتر. عشان كده في الظاهره دي هتاخد الجهاز اللي هي الخليه الكهروضوئيه وتفسير الفيزياء الكلاسيكيه والنتائج العمليه وتفسير الفيزياء الحديثه. شفت اللي عملناه في اشعاع الجسم الاسود؟ هو بالظبط. تركزوا معايا بقى ماشي؟
تعال نبدا ناخد الجهاز اللي مبني عليه التاثير الكهروضوئي اللي هي اسمها الايه؟ ها؟ الخليه الكهروضوئيه. الخليه الكهروضوئيه اللي هي موجوده في البي في اللي هي الخلايا الشمسيه، او اللي هي موجوده هنا الحاسبه، او لو رحت بنك ولا حاجه وشفت المكنه اللي بتعد الفلوس دي فيها خليه كهروضوئيه، او لو دخلت ماركت هايبر كبير ودخلت الباب لقيت الباب بيفتح لوحده ويقفل لوحده اول ما تخش، ده برضه دي خليه كهروضوئيه. يعني يا باشمهندس الخليه الكهروضوئيه ديت خليه بتستخدم في الاتي: في فتح وغلق الابواب آلية، في الآلة الحاسبة، عداد النقود، وبرضه في إضاءة المصابيح ليلا. المصابيح اللي في الشارع بيحطوا بيستغلوا الشمس الطاقة الضوئية خلاص تشحن وبعد كده تقوم جايه منوره بالليل. نفس نظام البي في بتاعها صغيره كده. طيب تعالوا بس كده معايا نشوف شكلها عامل ازاي ونشوف بتتركب من ايه والفكره بتاعتها ازاي. دي تركيبها. اول حاجه خالص ايه ده؟ فاكرين؟ ما انا قلت لك يا باشمهندس لازم اول حاجه يحط انبوبه مفرغه. اول حاجه دور على الكاثود. الكاثود هو المعدن اللي هيخرج ايه؟ الكترونات. مش انا قلت عليه اللي هيخرج الكترونات. فين الكاثود؟ اللي هو ده الكاثود. الاسود ده كله هو ده الاسود ده كله. هتلاقوا حاجه كده مقعره، جايب مقعر كده وعامل طبق دش. فاهمين الفكره ازاي؟ اذا مين اللي هيسقط عليه الضوء؟ المعدن ده، الكاثود ده، صح؟ ماشي. الكاثود ده مصنوع من ماده معينه، ممكن السيزيوم مثلا او التنجستين، ايا كان الماده اللي مصنوع منها ايه حسب نوع الماده، بيسقط عليه ضوء. اللي حصل حاجه غريبه جدا، الضوء في لحظه او في شرط معين هنعرف الكلام ده تحرر الكترونات من المعدن بسبب الضوء اللي سقط على المعدن. طب انا عايز التقط هذا الالكترون عشان امشي تيار كهربي، فبنحط هنا الحاجه الرفيع، السلك الرفيع ده. ايه السلك الرفيع ده؟ ده مين بقى؟ ده الانود اللي هيلتقط الالكترونات زي ما عملنا هناك في السي ار تي. انا شغلت موجب عشان كده بياخد الالكترون ويمشيه، وبالتالي يمشي هنا تيار، لان هنا هتاخد طاقه حركه. الحاجه الغريبه يا اولاد ان الدايره مفتوحه، مفيش دايره مغلقه. انتوا مش واخدين بالكم؟ مفيش، ده مش مسار مغلق، ما في مسافه من هنا لهنا. ورغم كده الالكترونات خرجت، والانود التقط، خدت طاقه حركه، والانود خد الالكترونات. وبعدين مشي هنا الاميتر بدا يعمل ايه؟ بدا يقرا تيار. التيار اللي قراه ده بيسموه تيار كهروضوئي، يعني عشان جاي عن طريق ايه؟ الطاقه ايه؟ الطاقه الضوئيه. وبيحطوا هنا مصدر كهربي. المصدر ده ليه فايده كده لذيذه قوي. بيعملوا ايه؟ بيجوا لو انا قال لك لو عايز اوقف الليله دي، انا مساق الضوء وعايز اعمل حاجه جهد عكسي عشان اوقف، اسمه جهد الايقاف، عشان اوقف حركه الالكترون، بيروحوا عاكسين الاقطاب، بيخلوا السالب هنا والموجب هنا. اول ما يعكس القطب كده يحط سالب على الانود يوقف الليله دي كلها. عشان مش هينجذب ساعتها. فاهمين الفكره ازاي؟ بيسموه جهد الايقاف. ماشي؟ مش علينا قوي جهد الايقاف دي، بس علينا الفكره بتاعتها. تعال نقراها كده مع بعض. عندما يسقط الضوء على الكاثود فإن تيار يمر في الدائرة. ركز في الكلام. عندما يسقط الضوء فين؟ ايه اللي هيحصل؟ هيمر ايه؟ ركز في الكلام، ما تحفظش، انا عايزك تفهم. مما يدل على ان الالكترونات ايه اللي حصل لها؟ خرجت. ده اللي انا عايزه. ما هي دي الظاهره بتاثير ايه بقى؟ رغم ان الدائره مالها مفتوحه، يعني فرق الجهد هنا بصفر، ورغم كده خرج التيار ومش تيار. ما هي كانت ظاهره في الوقت ده. تسمى هذه الظاهره بظاهره ايه؟ التأثير الكهروضوئي. وتسمى الإلكترونات المنطلقة بالإلكترونات الكهرو ايه؟ بالكهروضوئية. يبقى الفكرة كلها يا ولاد، ضوء سقط على معدن خرج إلكترونات بطاقة حركة. طيب ايه بقى تفسير الكاري ده؟ يعني انا مثلا معلش يعني حاجة غير منطقية، هي فعلا انت لو تسمع عنها، ازاي يا ولاد انا هجيب معدن اسقط عليه ضوء يخرج الكترونات؟ دلوقتي المعدن كده يبقى فيه ضوء. طب تفتكر لو احنا سالنا الفيزياء الكلاسيكيه هتقول لنا ايه؟ ولو سالنا، وتعالى نشوف الفيزياء الكلاسيكيه بتقول ايه، وبعدين هنشوف التجارب العمليه اثبتت ايه. ما هو برضو
انا خلي بالك انا بدات من الاخر مش من الاول. احنا بدانا من مين ده؟ كالسيوم. دي الخليه، لا دي كلها اسمه ايه؟ الخليه ده انا بدات بالجهاز اللي مبني عمله على الفكره اللي احنا شغالين بيه لغايه النهارده. فاهمين الفكره؟ تعال نرجع بقى 125 سنه ورا. نرجع من اول ما كان موجود العالم اينشتاين. احنا كده دلوقتي انا بتكلمكم في دلوقتي احنا بنشتغل بالخليه الكهربائيه ايه؟ وكلكم بتخشوا هايبرات وبتشوفوا الابواب بتفتح لوحدها وبتقفل لوحدها وبتشوفوا الكلام ده شغالين بيه. شوفوا لغايه النهارده. نرجع ورا كده بالزمن في وجود العالم اينشتاين والعلماء بتوع الفيزياء الحديثه ونشوف ازاي هم اكتشفوا الظاهره دي. انتوا معايا كده؟ نرجع فيدباك كده لورا، يلا 100 سنه كده ورا ولا حاجه. يا شفت الشيت اللي بيرجع تي 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 تي. دخلنا آلة الزمن، ارجع معايا يلا. اللي حصل كالاتي. في الوقت ده كان العلم السائد هو علم الفيزياء الكلاسيكيه، ما كانش لسه علم الفيزياء الحديثه ده كان اشتهر وكان معروف. لما اتعملت القصه دي الفيزياء الكلاسيكيه او العلماء اللي كانوا موجودين كانوا بيعاملوا الضوء على انها نظريه موجيه بحت، موجه شايفينها بعينينا يحصل لها انكسار وانعكاس والكلام ده كله اللي قلت لكم المره اللي فاتت. واي موجه بيحصل لها انعكاس وانكسار لها طول موجي ولها تردد ولها طاقه ولها شده. صح؟ صح ولا لها شده اشعاع؟ بتوع الفيزياء الكلاسيكيه قالوا ايه؟ لما رحنا سالناهم، ركز معايا عشان تفهم، انا هقول لك صوره حدوته كده بسيطه. قال لك يا باشمهندس احنا جبنا معدن سقطنا عليه ضوء، الضوء ده ادى الى ان الالكترونات تتحرر ويخرج تيار. فهم بيقولوا ان تفسير الكلام ده كلاسيكيا وده تفسير الخاطئ اللي هنشوفه دلوقتي ليه خاطئ. ان الطاقه، بس هو كان منطقي في الوقت ده، يعني انت لو تسمعه يقول لك ده منطقي، يعني ان الضوء له طاقه وله شده تكفي لتحرر الالكترون من سطح الايه؟ المعدن. سالناهم اي ضوء؟ خلي بالك اي ضوء؟ قالوا اي ضوء. كلمه اي ضوء دي يعني بغض النظر عن التردد، اي تردد، المهم ان الضوء ده الشده بتاعته كل ما تزود في الشده هيعمل ايه في الالكترون؟ يحرر الايه؟ الالكترون. يبقى هما بيقولوا ان تحرر الالكترونات من سطح المعدن يتوقف على شده الضوء بغض النظر عن التردد. ماشي. الحاجه الثانيه، طيب لو الشده ضعيفه، هما بيقولوا كده لو الشده ضعيفه فان ابقاء الضوء فتره زمنيه كافي لتحرر الالكترون. يعني حط لي كده الضوء شويه وقت شويه، لو هي ضعيفه هتخلي الالكترون يحصل له ايه؟ يتحرر. ومعنى كلامهم ان الالكترون لما يتحرر هياخد طاقه ايه؟ حركه. طاقه الحركه دي بقى هتعتمد على مين؟ هم بيقولوا على الشده، كل ما تزود في الشده كل ما طاقه الحركه دي يحصل لها ايه؟ شده ايه؟ شده الضوء نفسه. تعالوا افهمكم ايه الفرق بين تغير التردد وتغير الشده. ودي حطها في دماغكم قوي. تغير التردد يا اولاد او تغير الطول الموجي اللي انا اغير اللون. انا معايا ضوء بدل ما كان احمر جبت اصفر، جبت اخضر، جبت ازرق، كده انا غيرت ايه؟ غيرت اللون، يعني غيرت التردد والطول الموجي. طب يعني ايه غيرت الشده؟ هو نفس الضوء مش هغير اللون، بس بغير كميه الاضاءه اللي خارجه. القوه بتاعته بدل ما كنت بخرج والوات بتاعه، بدل ما كنت بخرج 5 واط اخلي 10 واط 20 واط. فاهمين الفكره ازاي؟ اجيب لمبه واط بتاعها اعلى شويه، كده انا بغير في الشده، بزود في الشده. جبت لمبه واط بتاعها اقل شويه، كده انا بقلل في الشده. ها فاهمين الفكره ازاي؟ حلو، هنخلي دي في دماغكم. تمام. ده اللي هم قالوه بتوع الفيزياء الكلاسيكيه. يبقى هم قالوا ان تحرر الالكترون من سطح المعدن يتوقف على شده الضوء بغض النظر عن التردد، وقالوا ان طاقه حركه الالكترون المكتسبه اللي هياخدها الالكترون بتتوقف على شدته، وقالوا كمان ان فتره زمنيه او تسليط الضوء فتره زمنيه اذا كانت شدته ضعيفه كافي لتحرر الالكترون من سطح المعدن. الكلام ده عمليا كله ده غلط. يعني لما جينا بقى النظريه الحديثه او الفيزياء الحديثه قالت ايه؟ تعال نفهم الفيزياء الحديثه قالت ايه وركز في اللي هقوله ده كويس قوي. احنا هناخد النتائج العمليه مع تفسير العالم اينشتاين اللي اخذ عليها جائزه نوبل. تعال اقول لك ايه اللي حصل.
وبعد كده نقراها من الملزمه بقى في الاخر. نرجع تاني للسبوره. المشكله ان السبوره ما تساعدش قوي، بس انا طبعا انا هعمل بالمشاركه مع الملزمه عشان الرغي في كلام كتير شويه، مش هقعد اكتب كل ده على السبوره. هتصور ايه؟ في الاخر يا ابني ما انا هسيب بص انا كل الصفحات موجوده. ركزوا في اللي هقوله ده عشان ده مهم قوي، لو فهمتوه بجد هتقدر ان شاء الله تظبط الدنيا معاك في المسائل. انا هرسم معدن، ده معدن اهو، لو يكن بهذا الشكل. عايزين المعدن ده اهو، ده المعدن او ده سطح المعدن او سطح الفلز. عايزين نحرر الكترونات من سطح المعدن عشان نمشي كهرباء. هنسقط على المعدن ايه؟ هنقول ده المصدر الضوء بتاعك. لا مش شمس، اي حاجه. قصدي مصدر. واحنا بنبني على كلام الفيزيكال. لا هقول لك دي بقى دي الحديثه. الكلاسيكيه خلاص انا قلت لك ايه اللي حصل. احنا هنعرف، احنا هنشوف بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل في النتائج العمليه ونقارنه بكلام الفيزياء الايه؟ لا كلام الفيزياء الكلاسيكيه، ونعرف ليه الفيزياء الكلاسيكيه فشلت في هذه النظريه. هنا بقى هنعرف اللي حصل حقيقه ايه بقى؟ ايه التفسير الحقيقي اللي حصل بالظبط. فركزوا في اللي انا هكتبه ده. بص يا حبايبي، هقول شويه رموز لازم نبقى عارفينها كويس قوي. اول حاجه ده الضوء. الضوء ده ساقط على مين؟ اذا ده الضوء الساقط على سطح الايه؟ فانا هعمل اهو الضوء الساقط على سطح المعدن بهذا الشكل. يبقى ده اسمه الضوء الساقط. يبقى اي حاجه لها علاقه بالضوء ده هنسميه حاجه دي لها علاقه بالضوء الساقط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الضوء الساقط ده ليه 4 حاجات لازم نكون عارفينها. يبقى اول حاجه انا هتكلم على الضوء الايه؟ ها؟ الضوء الساقط. ساقط على مين؟ على سطح المعدن. بصوا كده يا حبايبي، ايه الرموز اللي انا عايزك تعرفها؟ الضوء الساقط ده 4 حاجات. ليه طاقه. تعال نبدا بالشده. ليه شده؟ الشده كان اسمها ايه المره اللي فاتت؟ اي ال. يبقى دي اسمها شده الضوء الايه؟ الساقط. شده الضوء الايه؟ الساقط. ليه طاقه. يبقى دي اسمها الاي دي. طاقه ايه؟ طاقه حرب. طاقه الضوء الساقط. ايوه بكتب في الصوت. يبقى اي حاجه اقولها لك تقول لي بعدها كلمه الضوء الساقط على طول. ده يبقى ده اسمه تردد الضوء الايه؟ الساقط. مين ده؟ لا الضوء الساقط. طول الموجي. الطول الموجي للضوء الساقط. اقول تاني؟ اقول تاني؟ دول لهم علاقه ببعض. احنا خدناه المره اللي فاتت، قانون احنا خدناه وقلنا ساعتها ان الاي بتساوي اتش في ميو بتساوي اتش في سي على لامدا. ونفهم من هنا ان الطاقه طردي مع التردد وعكسي مع الطول الموجي. صح يا باشمهندس؟ قلت لك. حلو قوي. نيجي بقى للسؤال، ازاي الكترون تحرر من المعدن؟ المفروض لما الضوء ده سقط تحرر الكترون. بص يا حبايبي، المعدن عشان ده سطح المعدن. تعالوا نتخيل كده يا حبايبي ان في هنا تحت كده الالكترونات اهي موجوده. الالكترونات علشان تطلع للسطح محتاجه طاقه. طيب قبل ما تديها الطاقه اصلا، السطح دايما يا ولاد بياخد الطاقه بتاعته بتاخد زيرو. تاخد ايه؟ طول ما انت جوه السطح، يعني جوه المعدن من الداخل، فالطاقه بتبقى بالسالب. يعني يجي هنا مثلا دي مثلا سالب 5 الكترون فولت الطاقه الاولى. الالكترونات اللي هنا تطلع فوق شويه سالب 4. ها معايا؟ سالب 3 سالب 2 سالب 1. فاهمين قصدي ايه؟ لحد ما توصل للزيرو خلاص. اللي بعد الزيرو بقى يبقى الالكترون اتحرر بقى. شكرا. ركزوا معايا في الكلام ده. ده كلام اينشتاين. كلام مين؟ اينشتاين. حلو. يبقى دي لو سالب الكترون 5 الكترون فولت 4 الكترون فولت. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا حبايبي
ركزوا معايا، انا همسك مثلا الالكترون ده اللي انا عملت عليه دايره ده موجود عند طاقه كام؟ -4. ده اسمه طاقه المستوى بتاعه. مش انتوا خدتوا في الكيمياء ده المستويات. ان الذره بيبقى حواليها مدارات؟ المدارات دي يا اولاد كل مدار له طاقه، انتوا عارفين الكلام ده؟ اللي هو الكي والال او الاس والبي والدي. القصه كلها ان كل مدار من دول E1 E2 E3 كل واحد ليه طاقه، رقم يعني ثابت حسب نوع الذره ايه، حسب نوع المعدن يعني. يبقى ده علشان يوصل للزيرو محتاج ياخد طاقه قد ايه؟ اطرح الكبير ناقص الصغير، اطرح الصفر ناقص الاربعه، يبقى هو محتاج طاقه قد ايه عشان يطلع؟ 4. صح؟ برافو عليكم. 4 الكترون ايه؟ يبقى دي اقل طاقه محتاجها الالكترون علشان يخرج من سطح الايه؟ المعدن. اقل طاقه دي العالم اينشتاين سماها ورك فانكشن او اي دبليو. الرموز واحده واحده. بتضحكوا على ايه؟ قد كده. كمية رموز انت لازم. تاني بفضل الله في الاخر هتفهموها كويس جدا. هي نظريه لذيذه قوي. خلاص، هو الكلام ده انا عارف ان هو مش سهل في الاول بس بعد كده هتتعود عليه. ركز معايا. مين هو الاي دبليو ده؟ اسمه ايه؟ بص يا حبايبي، احنا خدنا الرموز بتاع مين؟ بتاع الضوء. الرموز اللي جايه دي بقى بتاعت المعدن ماشي. اللي هي بتخص نوع مين؟ نوع سطح الايه؟ يبقى كل الرموز اللي هقولها دي تتوقف على نوع سطح المين؟ المعدن. على فكره بص، انا هريحك في الموضوع الرموز ده. اي اي تشوفها الزق في ديلها ميو ولندا. تاني اي اي طاقه يعني تشوفها الزق في ديلها مين؟ الميو ولندا. لان الاي بيساوي ايه؟ اتش في ميو بتساوي اتش في سي على لندا. يعني تعالى بصوا اللي هيحصل. مين هو دالة الشغل؟ اقل طاقه تعمل على تحرر الكترون من سطح المعدن دون اكسابه طاقه حركه، ويجي هنا ما خدش طاقه حركه لسه عشان يخرج. قال لك مش دي طاقه؟ يعني مش الطاقه بتساوي اتش في ميو؟ قال لك ما هو الميو اللي هنا ده بقى مش اي ميو، ده هيبقى اسمه ميو سي، الكريتيكال فريكوينسي او التردد الحرجي. ركز معايا بقى، الموضوع مش صعب والله. يعني ايه اللعبه هنا يا اولاد؟ بين ايه؟ بين التردد والطول الموجي برضه. يعني ممكن اقول اتش في سي على لندا ايه؟ سي. مين بقى الميو سي واللندا سي؟ دول اسمهم التردد الحرج والطول الموجي الحرج. بيسموه حتى بتوع اسمه ايه الخليج العربي بتردد العتبه. هفهمك يعني ايه الكلام ده. بص كده، الكريتيكال فريكوينسي او التردد الحرج ده ليه؟ مش المعدن ليه طاقه يبقى ليه تردد معين ولا لا؟ وليه طول موجه معين ولا لا؟ تعالى بقى، قال لك لو المعدن او الضوء سقط المفروض يتحرر ايه؟ السؤال بقى، اي ضوء هيحرر الكترون؟ الاجابه لا. الكلاسيكيه قالت ايه؟ ايوه. الفيزياء قالت ايه؟ استحاله. لازم شرط. لو الشرط ده موجود اعرف ان الالكترون هيتحرر ويبقى زي الفل. تعال نعرف الشروط بقى مع بعض. الطبيعي قال لك انك تسقط طاقه اللي هي الايد الاسود دي لازم تكون قيمتها اكبر من مين؟ من الاي دبليو. يعني انا لو حطيت طاقه ب3 يتحرر الالكترون هو مش هيطلع لحد هنا بس مش هيخرج. معلش تاني نبدا بالطاقه. قال لك تاني السؤال، اي ضوء يحرر الكترون من سطح المعدن، او بلاش اي ضوء خليها اي فوتون. تعال نتعامل مع الفوتونات عشان يبقى الكلام واضح. اي فوتون يحرر الكترون من سطح المعدن؟ الاجابه لا. ايوه انا بنتكلم عن الحديثه دلوقتي. من سطح المعدن. معلش يا حبايبي انا بركز بس معايا، ركزوا معايا واحده واحده وهعيد وازيد. لكن هي والله العظيم سهله اقسم بالله، يعني هتعرفها بس اصبر للاخر. الاجابه ايه؟ الاجابه لا، ولكن بشروط. اول شرط، لازم يا حبايبي الطاقه بتاعت الضوء الساقط
اللي هو جاي من هنا تكون قيمته اكبر من قيمه داله الايه؟ المعدن. داله الشغل. ده اسمه داله الشغل. اسمه داله الايه؟ الشغل. الايه ده اسمه ايه تاني؟ داله الشغل. ورك فانكشن. طبعا داله الشغل ماشي يا باشمهندس، هي جايه عن طريق ان هو ده الشغل اللي مبذول اللي لازم يطلع عشان ياخده، يعني عشان يطلع لسطح المعدن يعني. لكن لو هو كان اقل من الاربعه ده هيتحرر؟ ما يتحررش. هيطلع برافو عليك، بس مش هيوصل للسطح. مثلا الصفر ولا كده. طب افرض انا سقطت ضوء باربعه. لا هيجي عند الصفر، يعني هيتحرر من غير ما ياخد طاقه ايه؟ حركه. يعني هيتحرر بطاقه حركه بتساوي كام؟ صفر. خليكم فاكرين دي في المراجعه. صح يا باشمهندس؟ طب معلش هنرجع عليها تاني، في شرط تاني نقوله بالمره. ايه ده؟ ميو. ايه هو الميو ده؟ تردد ايه؟ لازم يكون تردد الضوء الساقط اكبر من تردد العتبه اللي هو التردد الحرج. فاهمين الفكره؟ يعني انا دلوقتي لو التردد بتاع المعدن ده يا باشمهندس هتجيبه ازاي؟ عايز احسبه؟ هقسم الاربعه، او هقول مش الاي بتساوي اتش في ميو سي. يبقى انا لو عايز اجيب الميو سي اقسم الاي على اتش، فانا هقسم الاربعه على اتش، صح؟ طب انا سقطت طول موجي او تردد 3 على اتش. هو الاتش اللي هو ده ثابت صح؟ مش احنا خدنا المره اللي فاتت؟ ايوه اللي هو 6 و6. هو ده ثابت ديلاج. صح يا باشمهندس؟ يبقى لازم يكون التردد اللي ساقط اعلى من التردد الحرج، صح ولا لا؟ طيب ايه علاقه الطول الموجي بالطاقه؟ عكس. يبقى هنا العكس بقى، لازم يكون اللمضه اكبر ولا اقل؟ اعكس، اقل من الطول الموجي الحرج. يعني لمبه الضوء الساقط اقل. لازم تكون اقل بقى. يبقى دول يبقوا اكبر، لكن الطول الموجي دايما عكسي. عكس في كل حاجه. انا قلت لك عكسي في كل حاجه عشان ما تنساش. ساعتها يخرج الكترون، وركزوا في اللي هقوله ده. كل فوتون يحرر الكترون. فوتون يحرر، لو الشرط ده اتعمل الفوتون يحرر فوتونين، يحرر الكترونين. 3 فوتونات يحرك 3 فوتونين. يبقى الفوتونات اكبر او يساوي. اقول تاني، كل فوتون بيحرر ايه؟ ما دام اذا اللي انا بقوله ده هقولها بسرعه، هكتبها وعشان في هنا نقطه مهمه جدا هقولها بسرعه تاني حبايبي. خلاص انا نخلص اهو. كل فوتون يحرر ايه؟ الكترون. دي فيها مشكله؟ لا. حلو. يعني يا باشمهندس عدد الالكترونات اللي خارجه بتساوي عدد الفوتونات اللي داخله. السقط عليه. صح. برافو عليك. طب بس انا عايز امسح ايه؟ عايز امسح دي كده عشان انا دي سبوره بصراحه تشل في الكتابه، فعشان كده ايه؟ كل حاجه. عدد الالكترونات لازم ابعد ايدي. تتوقف، انت قلت عليه يا حبيب قلبي على عدد ايه؟ ها؟ عدد الفوتونات الايه؟ الساقطه عليه، صح كده؟ يعني عشان كل الالكترونات تتحرك محتاج فوتونات يساويها او اكبر منها. ماشي، بس بايه؟ بايه؟ بالشروط. الشروط تانية. لو الشروط دي ما اتعملتش كل سنه وانت طيب، الطيار هيبقى بصفر اصلا، مش هيبقى فيه طيار. انتوا فاهمين الفكره ازاي يا حبايبي؟ طبعا هنرجع للكلام ده وركزوا، احنا كده فهمنا خلاص الموضوع ماشي ازاي. فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ طيب احنا خلصنا رموز؟ لا ما خلصناش، نرجع تاني. انت ممكن تحفظ الباشمهندس. نعم. انت مش هتخلص يا ميه. تاني واحده واحده، انا هكتبها لكم في الاخر. احنا قلنا ده اسمه داله الايه؟ الشغل. الميو سي اسمه ايه؟ تردد الحرج. العتبه او الحرج. ماشي. العتبه ده بتوع الخليج مش احنا، مش مصر دول. ماشي. وده اسمه الطول الموجي الايه؟ الحرج. الطول الموجي حرج بالانجليزي يعني كريتيكال يا اولاد. الحرج خدتوش في ده يعني حرج. فبيحط السي اهو رمز يعني كرمز للكلمه يعني. طب بصوا كده، الثلاث حاجات دول بيتوقفوا على ايه؟ على نوع سطح الايه؟
لان كل معدن ليه طاقه مختلفه، يعني ليه طاقه مستوى مختلف عن الثاني حسب نوعه. صح ولا يا باشمهندس؟ حلو قوي. وده بتاع الطول الايه؟ الضوء الساقط. الحاجه بقى الثانيه، مش انت قلت لي يا باشمهندس لو سقط هنا فوتون هيعمل ايه الفوتون ده؟ هوب هيحرر ايه؟ الكترون. الالكترون ده لما بيخرج هيخرج بطاقه ايه؟ طاقه الحركه اسمها كي اي. يبقى اللي انا بكتبه ده رموز مين؟ الالكترون اللي هيتحرك. وما دام ليه طاقه حركه ليه سرعه اسمها في، يبقى دي اسمها طاقه حركه الالكترون، ودي شحنه الالكترون، ودي سرعه الالكترون. معايا ولا مش معايا؟ قلت لي تمام. ماشي يا باشمهندس زي الفل. عايزين بقى نحسب ده. عايزين نحسب مين؟ مين ده اسمه ايه؟ طاقه الايه؟ دي كده كام طاقه حركه خدناها؟ الثانيه. احنا خدنا اول واحده اللي هي بتاعت الانبوبه السي ار تي. تاني واحده بقى المهمه جدا اللي هي بتاعت الفوتو او الخليه الكهروضوئيه او بتاعت الظاهره الكهروضوئيه اللي هي طاقه الحركه للالكترونات المتحرره من سطح المعدن. بنحسبها ازاي؟ تعالوا كده، انا قلت لكم حاجه وانتوا قلتوها صح. قلت لكم لما انا سقطت اي ب4 ف4 مع ال4 تديك صفر، يعني معنى كده الطاقه هتخرج بطاقه حركه بصفر. السؤال بقى ليكم، لو دي ب4 وانا سقطت اي بتساوي 7، ايه اللي هيحصل؟ يتحرر بطاقه قد ايه؟ ب2. ايوه برافو عليك. اذا طرحت مين من مين؟ طرحت ال7. ما هو كان في جوه 4 خدهم، يتبقى 2 ايه؟ يتبقى 3. معلش انا اسف. 7 ناقص 4 كام؟ 3. يعني ايه 3؟ يعني انت خد ال4 بتوعه لحد ما وصل لمين؟ للصفر. يتبقى كام من ال7؟ انت طرحت مين من مين؟ 7 من سطح المعدن. حلو. يعني مين من مين برضه؟ اسمه ايه ناقص ايه؟ ها؟ على ما قلتش على ده ازاله الشغل. يبقى عشان نحسب ده طرحت مين من مين؟ ها؟ طرحت الايه؟ من الايه؟ من داله الايه؟ داله الايه؟ هو ده القانون. وده اسمه قانون اينشتاين اصلا. تمام؟ هو الثلاثه اللي اتحركوا نيوتن يطلع لنا السرعه 3 ولا 3 ولا السرعه لها قانون لسه واخدين نص ام في تربيع بحسبها بقى. تعالى بس خليك هنا، حساب طاقه حركه الالكترونات. بس ده بس حلو حبايبي اما تكون فاهم مش حافظ، هكتب القانون وهنستنتج كام حاجه كده مهمين. يلا القانون بيقول ايه؟ الكي اي بيساوي اي، لسه انتوا قايلين اهو، اي ناقص اي دبليو. هو ده القانون ودي علاقه اينشتاين. خلاص الكي اي بيساوي ايه؟ اي ناقص اي دبليو. ليه فكه؟ ايه؟ ايوه ليه فكه. ممكن ما يديكش طاقه الحركه، يديك السرعه. فتفك ده ازاي؟ نص ام في تربيع لسه واخدينها. دي الفكه بتاعته. ده بتاع الضوء ايه؟ ليه فكه هو كمان. لو اداك التردد يبقى تشيل ايه وتحط مكانها اتش في ميو، او تحط اتش في سي على ايه؟ على لامدا. ده اسمه داله الايه؟ ليه فكه بتاع مين؟ بتاع المعدن. الفكه بتاعته اتش في ايه ولا في ميو سي، او اتش في سي على لامدا سي. وبيبدا يلعب في المسائل على الحتت دي. خلاص ممكن يديك يا اما تردد يا اما يديك الموجي، فعلى حسب المساله، يا اما سرعه. لازم تبقى عارف القانون بالفكه بتاعته. هو يديك فكه واحد في 5 دقايق. ايه؟ المفروض احل السؤال في اقل من 5 دقايق. يا باشمهندس هو يديني فكره صح. هو مش هياخد اقل من، هو مش هياخد اكتر من كده فعلا. هتشوف دلوقتي. قول يلا. هو يديني فكره صح حسب المعطيات بتاعت المساله. انا بقول هو يديني فكره صح. صحح له يا سيدي. يا الله
اتشل. لا اله الا الله. اللهم اني صايم. يا ابني القلشه تقولها حلوه لما ما تقولهاش. خلي واحد يوصل اتشل. هو انا ما عنديش فهم بعيدة. نسيتني كنت عايز اقول ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب خلاص القانون عرفناه، في مشكله؟ تمام كده بقول لك. ماشي. السؤال بقى، القانون سيرت في دماغي. السؤال تعالى بقى نمسك، عشان انتوا خايفين من الرموز. تعالى يا باشمهندس، لو انا جيت قلت لك ما تخافش مش هقول حاجه جديده يعني، عايز اعرف العوامل التي تتوقف عليها طاقه الحركه. خلي بالك انا قلت لك الفيزياء الكلاسيكيه قالت ايه؟ اي طراد اي ضوء حركته. يعني قالت ان طاقه الحركه تتوقف على شده الايه؟ شده الضوء. شد صح ولا لا؟ ما هو اي ضوء يعني معنى كده ان اي شده يخلي طاقه الحركه تزيد. زيد. ايوه. طيب تعال ناخد العوامل منين بقى؟ من القانون نفسه اللي احنا لسه قايلينه. ونمسك واحده واحده كده من القانون نكتبه تاني، اللي هو كان بيقول ايه؟ اي ناقص، عشان تحفظوه، الاي الكي اي بيساوي ايه؟ ناقص اي دبليو. ممكن تكتبه كده نص ام في تربيع بيساوي اتش في ميو ناقص اتش في ميو سي، او بيساوي اتش سي على لندا ناقص اتش سي على لندا ايه؟ لندا سي. نمسك واحده واحد بقى. 3-1. اول عامل معانا مين؟ الاي دي طاقه ايه؟ طاقه الضوء الساقط. طيب رقم 2، خد بقى طاقه الضوء الساقط واللي في ديله. مين اللي في ديله؟ ميو اصلا. اول حاجه تردد ميو رد صح. الضوء الايه؟ الساقط. والطول الموجي الضوء الساقط للضوء الساقط. طيب نيجي بقى اللي بعد كده، هنا الاي دبليو دالة الشغل بتاعت المعدن. يعني طاقة الشغل او دالة الشغل الاثنين صح؟ لا اسمها دالة الشغل مش طاقة الشغل. والميو بتاعت والميو سي اللي هي التردد الايه؟ الحرج. التردد الحرج. والنهضه التردد الحرج. والطول الموجي الطول الموجي الطول الموجي للتردد، الطول الموجي الحرج وخلاص. بص يا حبيب قلبي، شفتوا من الستة دول حاجة فيها شدة؟ أقول تاني، في حاجة أنا كاتبها ليها علاقة بالشدة؟ لا. يبقى الكلام غلط. طاقة الحركة مالهاش علاقة بالشدة إطلاقا. دول بس اللي بيغيروا طاقة الحركة. انا كنت لسه هسأل برضه في الفاي ايه اللي مع لا، جاية دلوقتي، جاية. أنا لسه ما قلتهاش خالص، بس ركز معايا بقى. هنا مثلا طاقة الضوء الساقط طردي ولا عكسي؟ بص على القانون اهي، الاي مع الكي اي طردي. طب الميو مع الكي اي طردي. اللندا هي هتبقى مالها؟ عكسي. طيب دالة الشغل طرد. لا عكسي ده. هنا في ايه يا معلم؟ يخليها عكسي. وما دام الطاقة عكسي يبقى التردد عكسي، يبقى الطول الموجي طردي. فاهمين الفكرة؟ الطول الموجي عكس كل حاجة. خلاص؟ الله، يعني هنا يا باشمهندس انت قلت لنا ان طاقة الحركة معلش مالها؟ لا تتوقف، ودي بقى الخدعة اللي بيجيبوها كل سنة في الامتحان. توقف على ايه؟ على شدة الايه؟ ها؟ شدة الضوء. صح ولا يا باشمهندس؟ تاني، طاقة الحركة مالهاش علاقة بمين؟ يعني الملحوظة دي مهمة جدا 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 عشان بيضحكوا عليكم في المسائل، وهيجي بالك في الامتحان وهيجي يقول لك يا باشمهندس عند سقوط ضوء انبعث الكترون بطاقة حركة 2.1 في 10 -19، عند زيادة شدة الضوء للضعف فإن طاقة الحركة تصبح كام؟ فهمت انا قلت ايه؟ بقول لك ضوء خلي الالكترون يتحرر بطاقه معينه، حركه 2.1 في 10 -19، رحت زودت الشده للضعف، يبقى طاقه الحركه تبقى كام؟
نفس الرقم. هو يديك اختيارات بقى، يديك ارقام مختلفه. هي ضغط الحركه مالها ثابته. يبقى لو عايز ارسم العلاقه بين الكي اي والفاي ال، علاقه مالها ثابته. خلاص دي مهمه. خلاص يا باشمهندس. طب لو عايز ارسم بقى علاقه بين طاقه الحركه والتردد، او قبل طاقه الحركه والتردد، قلت لي امال ايه الشده ليها لازمه؟ فين لازمه الشده يا باشمهندس؟ بصراحه ليها لازمه وانا كاتبها لك بس انت ما خدتش بالك منها. تعال اقول لك فين. كاتبها لك هنا. دي تعال نقراها تاني عشان تفهم. بصوا كده. عدد الالكترونات تتوقف على عدد الفوتونات والفوتونات بتيجي من الشده بتاعته. لا فعلا انت خطفتني كده. اقول تاني. عدد الالكترونات دي اللي بنحسب بيها ايه؟ الكترونات بنحسب بيها ايه؟ شده الايه؟ التيار. مش احنا خدناها في الفصل الاول؟ يعني شده التيار الكهروضوئي اللي خرج هو اللي هيتوقف على شده الضوء. عدد الفوتونات متوقف. عدد الفوتونات اربطها دايما بشده الضوء. وعدد الالكترونات اربطه دايما بشده التيار. مش هو خرج تيار كهروضوئي؟ عايز ازوده بقى. نزود الشده. نزود بقى شده الضوء. افهمكم اللعبه جت ازاي؟ هي اللعبه يا حبايبي بالاخر كده. انت معاك معدن. المعدن ده طاقته ده الشغل بتاعته 4 الكترون فولت. ماشي؟ رحت انا سقطت او نقولها بالتردد. لو المعدن ده ليه تردد اسمه حرج مثلا ب 5 هرتز اي حاجه، بقول اي رقم. سقطت انا ب 2 هرتز. يعني سقطت ضوء احمر مثلا ب 2 هرتز، بقول اي رقم. ماشي؟ طب الضوء الاحمر ده مفيش حاجه انت قلت. طب قعدت ازود في الشده، في حاجه هتطلع؟ لا، لان التردد اقل من تردد الايه؟ الحرج. ده غير كلام الفيزياء الايه؟ الحديث. كلاسيكيه. بتوع الفيزياء الكلاسيكيه قالوا اي ضوء يحرر. طب ما الضوء كده مش هيحرر لان التردد بتاعه اقل من تردد الايه؟ الحرج. بس الفيزياء الكلاسيكيه هتتجرد من غير ما يعملوا عمليه صح؟ طبقا للنظريه النموذجيه اللي هم عارفينها. النظريه بس. تعالى كده معايا بقى يا باشمهندس. لا العين المجرده انا بقول لك. نرجع بقى نمسك الضوء الاحمر نغيره بقى خالص. يبقى انا كده غيرت التردد. جبت اي ضوء تاني بتردد اعلى مثلا، خليته تردد 7. ال7 اكبر من ال5. يتحرر ولا مش هيتحرر؟ يبقى التحرر هنا بيقف على الشده ولا على التردد؟ على التردد. اذا تحرر الضوء من سطح الكترون من سطح المعدن يتوقف على تردد الضوء وليست الشده. مش هو اتحرر خلاص بقى في تيار، عايزين نزود الامبير بقى. لا نزود الشده. شفت الضوء بقى اللي احنا جبناه الاخضر ده الثاني ده، نقعد نزود في الضوء بقى نفسه. زياده الشده تزود التيار. لان كل فوتون يخرج الكترون. زودت عدد الفوتونات تزود عدد الالكترونات. ها فهمتوا انا قصدي ايه؟ يبقى نقولها بسرعه. يبقى حبايبي هنا بقى دور الشده ايه؟ يبقى يتوقف عند زياده الشده التيار اللي هيطلع على ايه يا حبايبي بقى؟ على شده الايه؟ على شده الضوء الايه؟ الصقر. عشان كده ارسم لك علاقه بيانيه لذيذه جدا جدا جدا. لو انا عايز ارسم علاقه بين شده التيار يا اولاد وبين الفاي ال، علاقه طرديه صح؟ يعني ارسم طرديه حتى لو كتبت لك على الرسمه كده هتبقى طرديه برضو؟ مش فاهم. مش عارف. وايه اللي انا كاتبه ده يا ابني؟ ايه ده؟ التردد اقل من ايه؟ طب لو التردد اقل من تردد الحرج اصلا في الكترون بيخرج، يبقى الاجابه صفر. يعني التيار بصفر يعمل لك الرسمه كده. لكن امتى تبقى طردي بقى؟ هو ده. فتخلي بالك عشان الرسمه لازم يقول لك الشرط بتاعها تحت. لازم يكتب لك الشرط ان التردد اكبر من الايه؟ تردد الحرج. ساعتها يبقى كل ما ازود الشده التيار يزيد وتبقى علاقه طرديه. عرفنا فايده الشده ايه؟ اهم حاجه يا اولاد الرسمه دي. نرجع لها تاني. الرسمه دي فهموها قوي. الرسمه دي مهمه بقى. احفظ الرسمه دي بالشروط دي. خلاص؟ وبالرموز بتاعتها بالليله بتاعتها بكل حاجه.
ماشي، وفي الاخر الكي اي اللي هتطلع تكتب عليها كده بتساوي الاي ناقص الاي ايه يا حبايبي؟ الاي دبليو. اخر حاجه نقولها على طول ان في علاقه او علاقه بيانيه مهمه جدا بتيجي في الامتحان غالبا كل سنه. الكي اي بتساوي اي ناقص ايه؟ انا عايز اعمل العلاقه بقى بين طاقه الحركه، مش الشده، مش مع الشده، لا مع التردد. ميو مع الميو. يبقى نشيل الاي ونحط مكانها اتش في ايه؟ في ميو. احنا قلنا علاقه طرديه. ناقص ايه يا حبايبي؟ ناقص ايه ده؟ المفروض علاقه ايه؟ طرديه. يبقى انا لما اجي ارسم بقى العلاقه اهي، ادي الكي اي اهي، وادي الميو اهو. بالله عليكم علاقه طرديه هرسمها ازاي؟ طيب هرسمها من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ نعرف ازاي؟ تعال اقول لك نعرف ازاي. على حسب الاي دبليو. على حسب، احنا بنرسم من عند الكي اي بكام؟ بصفر. طب ما نيجي نحط هنا الكي اي بصفر ونشوف التردد هيبقى بكام؟ كله يطلع بصفر. ليه؟ عشان يساوي. تاني لو انا يا اولاد، او تعال نبدا بالميو بصفر. مش انا ميو بصفر؟ لو الميو بزيرو الكي اي هتساوي كام؟ يعني دي لو بصفر اي دبليو اي دبليو دي هتساوي ايه؟ سالب اي دبليو. لو انت عايز ترسم بالصفر والصفر لازم لما تعوض عن الاكس بصفر واي تطلع بصفر. صح ولا لا؟ لكن لما جيت عوضت عن السينات بصفر طلع الصادات بكام؟ اي دبليو بسالب اي دبليو. سالب اي دبليو. يبقى الرسمه ما تبداش من الصفر والصفر، تبدا من سالب اي دبليو. الرسمه اللي انت حافظها اهي، عشان ميو في اتش. عشان لما كان التردد بصفر الطاقه الحركه كانت بسالب اي دبليو، وده بيسموه الجزء المقطوع من محور الصادات، طبعا من الجزء السالب. عرفتوها جت ازاي؟ عشان لما عوضت عن الميو بصفر طلع الكي بسالب اي دبليو. طب لو على العكس بقى، لو عوضت هنا النقطه دي يا اولاد فيها مين اللي بصفر؟ ميو. لا الميو على السينات مش على الصادات. السينات هنا برقم اهي، اسف. يبقى لكن الصادات هو اللي بصفر. طب ما نيجي نعكس، تعال نشوف هيحصل ايه لو حطيت الكي هو اللي بصفر. هيبقى في الموجب. هتلاقي بص الاتش في ميو بيساوي الاي دبليو، صح؟ فك الاي دبليو بقى بالقانون بتاعها اللي هو اتش في ميو ايه؟ سي. يعني انت هتلاقي اهو اتش في ميو بيساوي الاي دبليو. لو فكيت الاي دبليو هتبقى اتش في ميو ايه؟ سي. يبقى ايه اللي هيطير مع مين؟ اتش هتطير مع، يبقى الميو بيساوي ايه؟ ميو ايه؟ يبقى في اللحظه دي عند التقاطع ده التردد هنا هو تردد الايه؟ الحرج. ما فهمتش بس عمال اجاوب بس انا ما فهمتش الاخير فيها علام مش ولا اي حاجه. تعالى النقطه دي فيها طاقه الحركه بكام؟ معنى انها بصفر يبقى انا لسه المعدن عند الزيرو ما خرجش بره. يعني طاقه الحركه بصفر يبقى انت لسه عند تردد الايه؟ الحرج. انت ما زودتش عن تردد الحرج. يبقى عند الصفر انت لسه واقف عند تردد الحرج. انتوا فاهمين قصدي يا اولاد؟ لكن لما بقى في طاقه حركه بقى، لما الالكترون خد طاقه حركه التردد زاد بقى اكبر من تردد الحرج. ده مفهوم الرسمه اللي احنا لسه قايلينها. فهمتوها جت ازاي؟ ده الميل. نجيب الميل ازاي؟ الميل هو معامل السينات. خدوها كده في الرياضه، معروفه في الرياضه. فين معامل السينات؟ السينات اهي اللي هي الميو. مين المعامل بتاعها؟ واحد. ايه اتش. المعامل اللي هو الرقم اللي مضروب في السينات. المعامل اللي جنبه على طول. ايوه ده ايوه ده كده الميل. انا مشيتها من اليمين صح؟ ايوه فقلت واحد. يبقى السلوب هو الاتش اللي هو ثابت بلانك اللي هو معامل السينات. خلاص؟ نبدا نحل بقى على الكلام ده مسائل. ادي لكل واحد سؤال. بس قبل المساله طبعا المسائل قبل ما نحلها تعالى نشوف الملزمه كاتبه الكلام ده ازاي بسرعه كده. هتلاقي وانت بتدور هتلاقي تنزل تحت هعمل لك انا جدول كاتب لك كده جنبيه تفسير الفيزياء الكلاسيكيه وجنبها تناقضها مع المشاهدات والتجارب الايه؟ تعالى قلنا اهو الفيزياء الكلاسيكيه بتقول ان الموجات الضوء بتقول لك تعطي موجات الضوء طاقه للالكترونات كي تنطلق وتتغلب على قوه التجاذب. فاذا شده التيار او انطلاق الالكترونات الكهربائيه تتوقف على ايه؟ شده الموجه. ده كلام الفيزياء الايه؟ الكلاسيكيه. لكن اتضح ان كلام الفيزياء الحديثه ما يقولش كده.
بيقول انتقال الالكترونات يعتمد اساسا على ايه؟ على التردد مش الشده. فلا تنطلق الالكترونات الا اذا كان تردد الضوء اعلى من قيمه معينه اسمها تردد الايه؟ لازم يكون اكبر من تردد الحرك. هم بيقولوا ان طاقه الحركه او السرعه يجب ان تزداد مع زياده الايه؟ الشده. يعني هم بيقولوا ان طاقه الحركه تتوقف على شده الاضاءه. هل الكلام ده كان صح؟ لا. اللي حصل ان طاقه الحركه الالكترونات وسرعتها تتوقف على ايه بقى؟ تردد الضوء وليس، خلي بالك، وليس على الشده، دي مهمه جدا، وليست على شده الضوء. طيب هم بيقولوا لو الشده كانت قليله فان تسليط الضوء لمده ايه؟ يعني الفتره الزمنيه يعني كفيل باعطاء الكترونات الطاقه. لقوا في الفيزياء الحديثه مش كده، لقوا الالكترونات بتخرج لحظيا ما بتحتاجش وقت. يعني بصوا كده، انطلاق الالكترونات يحدث ايه؟ وليس هناك فتره ايه؟ انتظار لتجميع الطاقه اللازمه لتحريك الالكترون. اول ما على طول في ساعتها في لحظتها ما بتاخدش وقت. فاهمين الفكره ازاي؟ وادي هنا التردد الحرج اهو التعريف بتاعه، طول الموج الحرج، وده جهد الايقاف اللي قلت لكم عليه، اللي هم بيبدلوا البطاريه يحطوا جهد سالب على الانود او اقل جهد سالب على الانود عشان يوقفوا الحركه بتاعت الالكترون. ادي الاي اتش في ميو، اتش في ميو دي القانون اهو، اي دبليو. تعالوا بقى دي الشروط بتاعتنا يا اولاد اللي انا كاتبها لكم، الشروط اهي. لازم يكون الاي لا مش هنا، راحت فين؟ اللي في النص قصدي، ركزوا كده على اللي في النص. ايه اللي هيحصل لو كانت الاي اكبر من اي دبليو والميو اكبر من ميو سي واللامدا اقل من لامدا سي؟ كل دول هيحرر ايه؟ الكترون وياخد طاقه ايه؟ حركه بيساوي اي ناقص اي دبليو، وادي الفكه بتاعتها. لكن لو كان العكس، في حاجه هتتحرر؟ طب لو بتساوي، قال لك هيتحرر بطاقه حركه بتساوي كام؟ بتساوي عشان هيطلع عند الصفر. هيطلع عند الزيرو بس، هيطلع عند الصفر الاول، يعني مش هيخرج بره السطح، هيفضل عند السطح. طيب ايوه اكيد طبعا. نيجي بقى للمسائل. طبعا دي الرسمه بيبدا هنا، دي هنا سالب اي دبليو وده الميو سي. طيب عشان ما تيجي تذاكروا نبدا بقى في المسائل، نحل مسائل. والمسائل طبعا بيختبر فهمك، الارقام هنا او الاسئله بتختبر فهمك. هو قانون واحد اللي قلناه، الكي اي بتساوي اي ناقص اي دبليو، والفكه بتاعته بالنسبه لك ما فيهاش مشكله. جير هاتفك. سؤال جه في امتحان ثانويه عامه سنه 1986. كام؟ 86. لا انت كانت 86. تعال نشوف. طبعا انت هتلاقوا هنا فيك سؤال تاني تحت اهو، تقريبا انا حاطه هنا ثانويه عامه 79. ده كان في ايام حرب اكتوبر هتشوفوه دلوقتي. تعالوا نشوف السؤال ده بيقول ايه. انا امتحنت في 86. ما اعرفش حضرتك. انا يا عم انا مواليد، يا عم انا صغير، يا عم انا مواليد شهر 11 91، يعني انا عندي 32 سنه لسه صغير يعني. تعالى هنا، اذا علمت ان داله الشغل لسطح هي كام؟ 4.96. تعال نطلع المعطيات مع بعض، ركزوا بقى في المسائل ماشي؟ لو انتوا فهمتوا الشرح هتعرفوا المسائل اللي هتلاقوها سهله بالنسبه لك جدا. ده الشغل هي دبليو اللي هي اي دبليو، فانا هكتب هنا كده بالقلم اهو، ده الاي دبليو. فاذا اضيء السطح بكم شعاع؟ يعني جاب كام لون؟ لونين مختلفين، واحد الطول الموجي بتاعه بكام؟ والتاني بكام؟ مين اللمضه دي؟ بتاعت الضوء ولا بتاعت المعدن ولا بتاعت الالكترون؟ بتاعت الضوء. عشان فاكرين الرسمه، حطوا الرسمه في دماغكم. يعني دي بتاعت الضوء الساقط. فهنا هنقول دي لندا 1 مثلا ودي لندا 2. هو حط شعاعين مش شعاع واحد. سرعه الضوء انتوا عارفينها طبعا، هنا في غلطه، هي دي متر مش كيلو متر. وساب البلانك انتوا عارفينه. هو عايز يسالك سؤال لذيذ جدا، هل تنبعث الالكترونات ام لا؟ لما يجي يسالك سؤال زي ده في المساله لازم تشوف الشرط متحقق ولا مش متحقق. خد واحد من الشرط ده، احنا قلنا 3 حاجات، يا اما الاي تكون اكبر من الاي دبليو، يا اما الميو اكبر من الميو سي، يا اما اللامدا اقل من اللامدا ايه؟ لامدا. اختار اي شرط واشتغل عليه. اسمها اللمضه الحرجه ولا هي لمضه؟ تردد الطول الموجي الحرج اللامدا سي. هو مثلا مديك الاي ايه؟ الاي دبليو صح؟ احنا من اللامدا 1 ولامدا 2 ممكن تحسب الاي
عارفين مين الاي؟ اللي هي ايه بقى؟ اللي هي طاقه الضوء الساقط، طاقة الضوء الساقط. واللي هيطلع اكبر من الاي دبليو يبقى هو ده اللي بيحرر، واللي كان اقل يبقى لا يحرر. فاهمين الفكره ازاي يا اولاد؟ تمام. يعني تعالوا الاول الضوء فيهم بيحارب. من اللندا 1 هنجيب اي 1 طاقه الضوء الساقط الاولاني، القانون بتاعها اتش في سي على، اوعى تنسوا القانون ده مهم جدا، على لندا 1. صح؟ تعالوا نعوض يلا. اتش بيتكتب على الاله زي ما هو، والسي على الاله زي ما هي. هقول لكم ازاي تاني. التحويلات ده بالله عليكم دي بالنانو ايه؟ متر. يبقى نخليها 200 نانو متر، يبقى نضرب ال 200 دي في كام؟ 10 في 10 اس سالب 9. ارجع احفظوا التحويلات عشان مهمه. سالب 9. ايوه. عشان نانو. وهنروح نحسب هنا يا اولاد الاي مين؟ ها؟ دي اللي هي الاي 2 هتبقى اتش في سي اتش سي على نيو 2 على لندا، مش على لندا، لندا. على لندا 2. يعني هتبقى اتش في سي على 600 على 600 في 10 اس سالب 9. هي كانت 600 بس، كانت 625. انا اسف 620. 620. يما تعال نحسبها. اتش كان بكام؟ شيفت 7 0 6. اعمل شيفت 7 0 6 في شيفت 7 2 8 عشان تحفظوها بسرعه، على 200 في 10 سالب 9، وقول لي الاي 1 بكام؟ ب 9.93 في 10 سالب 19. هو شفت 9.93 في 10 سالب 19. ايه يا حبيبي بتقول ايه؟ بقول لك سي هيبقى شفت 7 28. بدوس 9 مش بيعمل حاجه. شيفت 7 بدوس 9 ما بيعمل. 9 ايه؟ قلت دوس 9. شيفت 7 28. والثانيه هتبقى 3.20 في 10 سالب في ايه 19 في ايه؟ 3 بوينت كام؟ 20 قول 2. ماشي في كام؟ 10 سالب 19. ايه يا حبيبي قول، ايه مشكلتكم؟ الاتش سي رقمها كام؟ شيفت 7 0 6. تمام. ايه رايكم؟ هتقول له ايه بقى؟ ايه رايكم؟ مين هيحرر ومين مش هيحرر؟ اللي اعلى. مين اللي هيحقق الشرط؟ الاي دبليو هي يا اولاد. الاي دبليو بكام؟ ب 4 و9 من 10. ده ولا ده؟ ده على اليمين يا باشا. يبقى اللي على اليمين ده ايه؟ ها؟ لا يحرك اي الكترون. مش هينبعث عنه اي الكترونات، لان الاي بتاعته اقل من الاي دبليو. لكن هنا يحرك. هيحرر. هو بيقول لك لما يحرر بقى احسب طاقه الحركه دي. يبقى ناخد بقى قولوا هنعملها ازاي؟ يبقى الكي اي يساوي، هناخد انه اي فيهم؟ الثانيه ولا الاولى؟ الاتش الاولى صح. اي 1 الاي دبليو ناقص الاي دبليو، بس كده. هتطرح بقى، اطرح بس الرقم ده، اطرح 9 و93 ناقص 4 96. لسه مش عايز احفظ الارقام. ما تحطش 10 سالب 19. اطرح ده من ده وخلاص من غير 10 سالب 19. هيبقى 4.97 في 10 اس سالب 19 جول، بس كده. فهمنا المساله اتحلت ازاي؟ فهمتوا بجد؟ مسألة كويسة. فهمتوا الفكره؟ طبعا المسائل هتفهمك اكتر واكتر واكتر. واحده بقى يكون ايه محتاج لسه. دي اول نوع من المسائل فيها مشكله. ايوه لا طبعا في مسائل امتحانات معادله انا حاططها لكم اصلا. هي اكيد محلوله في السنه صح؟ عادي عادي. تعالوا يا اولاد ننزل للمساله اللي تحتها. دي مساله برضو جت قبل كده في امتحان المعادله في 2016، ودي مباشره جدا ما فيهاش باي حاجه. دي هو بيقول لك ايه؟ بصوا، اذا كان الطول الموجي الايه يبقى دي اسمها ايه؟ دي اللندا لندا سي. ركزوا معايا في المسائل بقى مش تعرفوا. 3000 ايه؟ 3000 انجستروم. دي اسمها ايه؟ قلتها لكم 10 سالب 19 12 سالب 10. انجستروم. سالب 12 دي البيكو يالا. ايه سالب 10. تحويله الانجستروم مهمه، دي تحويله متريه، طول الموجي بالمتر مش بالانجستروم. اوجد ايه؟ عايز اي دبليو. خلاص ما تكملش، لان الاي دبليو بيساوي ايه على طول؟
ها بالله عليكم مش تعبوني. على لندن 1 لندا سي. يبقى نجيب اللندا سي ازاي؟ هو عايز قصدي الاي دبليو، نعوض على طول اهو. اتش سي زي ما هي على الاله، اللي هي 06 واللندا سي 3000 وتقوم جاي ضاربها في كام؟ في 10 في 10 اس سالب 10. بس كده. اه هتلاقي فيه الانجستروم، انا فاكر ان انا كاتبها لكم. دي فيها مشكله؟ ماشي يلا خلاص مش مهم تعملها دي على الاله، تعال نخش على اللي بعده. عايز احل واحده عشان كده. سقط ضوء احادي الايه؟ اللون. طول الموجي طول الموجي 5000. سقط ضوء طول الموجي، يبقى ده انه طول الموجي لازم تعرف بتاع الضوء بتاع الضوء، يبقى ده الطول الموجي السقط اللي هو اللندا بس. على سطح الجهاز. فانبعث الكترونات ضوئيه بسرعه 10 اس 5 مش عارف جذر كذا. ماشي. السؤال بقى، 6 هل تنبعث الكترونات من نفس السطح اذا سقط عليه ضوء احادي اللون طول الموجي كام؟ 6000. يبقى هو راح جاب طول موجي تاني، يبقى دي لندا 2 ودي لندا. 6.25 ركزوا معايا بقى. في 10 يبقى لازم نفس الفكره الاولى، لازم نشوف الشرط. ايه هو الشرط؟ طول الموجي. الطول الموجي الحرج يكون او الطول الموجي، الساقط يكون اكبر من طول الموجي. يبقى لازم نجيب الشرط يا اولاد ان اللندا 2 العكس يكون اقل من اللندا ايه؟ 1 سي. معلش لندا سي. يبقى لازم الاول نحسب لندا مين؟ سي. لو طلعت اكبر من ال 6000 خلاص يبقى ينبعث، اقل لا ينبعث. فهمت الفكره؟ لازم تحط الشرط قدامك. طب هنجيب اللندا سي منين؟ هو مديك المعلومات اهي. مديك لندا 1 هتقول له كده ان الكي اي بتساوي اي 1 ناقص اي دبليو، صح كده؟ اه معاك الاي 1 ولا لا؟ عادي. معاك الاي 1 فين؟ اهي من اللندا 1. ممكن تعوضوا هنا على طول، يعني نعمل هنا نص الفكه بقى بتاعتنا اللي بقول لكم عليه. الفكه نص ايه؟ ها؟ نص ام في تربيع، صح؟ الفي بكام؟ اللي هي 10 اس 5 جذر التربيعي ل 6 6 2 5 كل ده تربيع. مش ال 6.6 مش في نص سالب 34 ايه اللي بتقولوه ده يا جماعه؟ بس يا ثابت لا يا ابني بحط السرعه اللي هو حطها لي، ثابت بلانك ايه؟ ده رقم. تسال على الاي 1 اتش سي زي ما هي، واللندا 1 5000 في 10 في 10 اس سالب 10 ناقص الاي دبليو اتش سي على لندا يا شباب. سي. مين المجهول هنا؟ لندا ايه؟ لندا سي. شيفت سولف. انا عطيتها عشان مش فاكر القانون بتاع نص ايه. هو الثابت بتاع الاتش سي ده كام؟ ده اول قانون خدناه في طاقه الحركه، نص ام في، خدتوه في احفظه في الديناميكا. الفي صح، في تربيع. ما دي سرعه يا ابني. ايوه افتكرت دلوقتي. انا كنت عمال اقول 10 هي الام دي كانت بكام؟ تعال نعملها على الاله بسرعه. ايه؟ الام دي كانت بكام؟ شيفت 703. طبعا لما تيجي تعملها انا مش شايف حاجه. حرف الآلة على اليمين. هتطول معاك شويه على الاله. يعني الاله هتلاقيها بتطول سيكه كده قبل ما تطلع اللندا. المهم انها هتطلع اللندا برقم اقل من من ال 6000. خلاص؟ يعني لا يحقق الشرط في الاخر. مسألة تاني. اقل من 6000؟ طبعا في مسائل تانية، يعني مثلا انا عايز اقول لكم حاجه انا كنت مجهزها بس يعني خلاص مش مشكله، ما تحسبش خلاص، هي هتطلع الشرط مش هيطلع هو واللي هيحصل انها لا تتحرك. بصوا كده، مساله اهي ومساله اهي ومساله اهي، دي كلها مسائل. المسائل دي موجوده في الشيت.